قوة عسكرية محدش في العالم كان قادر يوقفها. جيش ظهر فجأة في قلب السهول المنغولية زي العاصفة، بيسقط إمبراطوريات كاملة وبيغير شكل التاريخ. حكاية إمبراطورية كانت كابوس لكل البلاد اللي حواليها، وقتلت ملايين البشر في الصين والدولة الخوارزمية وكمان بغداد. وكان بيحكمهم راجل واحد بس، وقدر معاهم يحكم نص العالم المعروف وقتها، والراجل ده هو جنكيز خان اللي وحد قبائل المغول وقدر يغزو العالم بيهم. بس عشان نفهم مين هم المغول ومين هو جنكيز خان وازاي قدرت شوية قبائل بدوية انهم يبنوا اكبر امبراطورية متصلة في التاريخ، لازم نبدأ من الاول خالص ونعرف مين هي قبائل المغول وكانوا عايشين فين وازاي، عشان نعرف ازاي وصلوا للي هم وصلوا له ونفهم تاريخهم كويس جدا، اللي مجرد ما نفهمه هنقدر نفهم تصرفات وحاجات كتير عملوها بعد كده ما كناش فاهمينها ولا عارفين سببها. بس قبل ما نبدأ اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو عشان يوصلك المحتوى الجديد أول بأول. أنا أحمد عطية ودي حلقة جديدة من برنامج فضول. في مكان بعيد جدا عن مراكز الحضارات المعروفة، مكان قاسي وبارد بسبب طبيعته الجغرافية. المكان ده هو سهوب منغوليا في آسيا الوسطى، وسهوب هي جمع كلمة سهل وبتتقال على المناطق الواسعة المسطحة اللي بيغطيها العشب القصير وما فيهاش أشجار كتير. فهي منطقة عندها طبيعة خاصة من التضاريس اللي ما تساعدش على بناء أي قوة، عكس ما حصل بعد كده، لأن المكان مش مناسب غير لرعاية الخيول وكمان الأغنام. ولو فتحت خريطة آسيا وبصيت في النص وبالتحديد ما بين الصين وروسيا، هتلاقي منغوليا دولة حبيسة من غير سواحل خالص، وتعتبر من أكبر الدول الغير ساحلية في العالم، وموجودة ما بين قوتين كبار، من الجنوب الصين ومن الشمال سيبيريا الروسية، ومن الغرب فهي امتداد لآسيا الوسطى. وطبيعة منغوليا بتخليها صعبة في الصيف أو في الشتاء، فالأرض بالشكل ده ما بتشجعش على بناء مدن كبيرة ولا حصون حجرية، ومفيش أنهار عظيمة زي نهر النيل أو نهر دجلة والفرات، ولا عندهم دلتا خصبة زي دلتا الصين. فالسكان اللي فيها كانوا مستعدين دايما للتحرك في أي وقت، كل احتياجاتهم معاهم فوق ظهر الحصان أو جنب قطيع الغنم. عشان كده هتلاقي إن أهل السهوب عاشوا قرون طويلة كبدو رحل، وبيتنقلوا من مكان لمكان مع تغير المواسم، وبيدوروا طول الوقت على المرعى الأفضل وعلى الماء الأنسب لغنمهم وخيلهم. الحياة دي وبالرغم من قسوتها هتكون بعد كده سر من أسرار قوة جيش المغول، لأنهم اتعودوا ما يتعلقوش بأي مكان ثابت، بيتحركوا بخفة وبيعيشوا بأقل القليل وتحت أي ظروف، وما عندهمش أي مشكلة يمشوا مسافات طويلة من غير ما يشتكوا. طب الناس في المكان ده كانوا بيعيشوا إزاي؟ بيوتهم كانت عبارة عن خيمة دائرية كبيرة معمول هيكلها من خشب ومغطاه باللباد الأبيض السميك، واللباد الأبيض تقدر تقول إنه زي الصوف، حاجة كده زي القماش بس من غير خيوط، وميزته إنه بيعزل الحرارة والصوت. والخيمة المنغولية التقليدية دي كانت بتتسمى باليورت. الخيمة دي هي البيت، وفي نفس الوقت هي رمز لطريقة حياتهم. وأما تجاريا فكانت في ما بينهم وما بين الصينيين وسكان آسيا الوسطى تبادل تجاري متواصل، هما بيبيعوا خيول وجلود وصوف، وبياخدوا في المقابل شاي وحرير ومعادن، أو بياخدوا أدوات ما يقدروش يصنعوها بنفسهم بسهولة. فالسكن والتنقل والحياة عندهم مبنية على فكرة واحدة بس: إحنا عايشين هنا وبشكل مؤقت. الخيمة ممكن تتفك في ساعة زمن وتتنقل على ظهر الجمال أو الفرس، والقبيلة كلها بتتحرك ككتلة واحدة وتدور على مرعى أو مكان أفضل وتبعد عن أي ظروف موجودة، مثلا عاصفة ثلجية، أو تهرب من قبيلة معادية أقوى منها. فإحنا هنا بنتكلم على مجتمع متحرك ومرن في نفس الوقت، والمجتمع ده كمان متكيف مع قسوة أي ظروف بيتحط فيها. والتكيف ده مع العلم ما كانش رفاهية، ده شرط من شروط البقاء على قيد الحياة في البيئة دي. نفس التكيف ده اللي هيظهر لينا بعد كده في صورة جيش كامل قادر يمشي مئات الكيلومترات وياكل أقل حاجة وأي حاجة، ومع ذلك يحارب بكفاءة عالية. ولكن مين هم المغول؟ ويعني إيه أصلا كلمة مغول؟ في البداية كلمة مغول ما كانتش اسم إمبراطورية ولا حتى اسم شعب واحد، دي كانت اسم قبيلة من قبائل السهوب اللي قلنا عليها في الأول، عايشة جنب قبائل تانية زي التتار والميركت والنايمان والكرايت وغيرهم. المهم إن كل قبيلة من دول ليها أراضي رعي وليها زعيم وحلفاء وأعداء، والعلاقات ما بينهم دايما متقلبة، يوم تحالف ويوم غارة، يوم مصاهرة ويوم ثأر. والغارة هنا مش مجرد جريمة بتعملها قبيلة ضد قبيلة تانية،
لا، دي هي عقليتهم وجزء من فهمهم للحياة والاقتصاد وكمان السياسة. يعني قبيلة تهاجم قبيلة تانية وتاخد أغنام وماشية وتستولي على أسرى، أو يمكن يضموهم ليهم أو حتى يبيعوهم، وفي المقابل القبيلة المعتدى عليها بتستنى الفرصة للانتقام، وهكذا دايرة مستمرة من العنف المتبادل ما بين كل القبائل دي. وفي الأجواء اللي حكينا عليها دي كلها مفيش دولة بالمعنى المعروف لينا النهاردة، في كتل قبلية كبيرة وصغيرة، ساعات بيعلى شأن قبيلة وساعات بيقل وكمان ممكن ينهار، وساعات كمان بتتوسع وساعات بتتقلص. وبما انك مكمل معانا لحد هنا فده معناه ان المحتوى عجبك، اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، لان ده اكبر دعم بتقدمه واكتر حاجة بتساعدنا نطور المحتوى اكتر. مثلا قبيلة الكرايت كانت قوية جدا في وقت من الاوقات، واما النيمان فكان ليهم نفوذ، واما بالنسبة للتتار فكانوا خطر كبير جدا على باقي القبائل لفترات. فاحنا هنا قدام خريطة قبلية مضطربة، كل شوية يطلع اسم جديد ويسقط كمان اسم قديم، والقوة هنا بتنتقل من خان لخان ومن قبيلة لقبيلة. وفي ظل كل الفوضى القبلية دي أي محاولة لتوحيد الشعوب المنغولية يعتبر إنجاز كبير، ولما يطلع واحد وسط الأجواء دي ويقرر إنه يجمع كل القبائل تحت لواء قبيلة واحدة كبيرة، فالشخصية دي أكيد شخصية قوية وغير عادية، وده اللي احنا هنتكلم عنه لما نوصل لرحلة صعود جنكيز خان. وبالمناسبة كلمة خان دي بتتقال كلقب لقائد القبيلة، لأن كلمة خان اللي بنسمعها وهنسمعها كتير في السلسلة بعد كده معناها زعيم القبيلة أو حاكم اتحاد قبلي، مش ملك على دولة مستقرة، ولكن نقدر نقول إنه قائد أعلى لجماعة من القبائل متجمعة حوالين اسمه وسمعته وسيفه. طب السؤال دلوقتي، هي الناس دي كانت بتعبد إيه؟ بمعنى تاني، إيه العقيدة اللي حكمت نظرتهم للعالم وللحرب وللحياة وللموت؟ في الحقيقة إن العقيدة الأساسية عند المغول قبل الإسلام كانت أقرب لما نقدر نسميه شامانية منغولية، إيمان بقوة عليا بيسموها تنجري أو السماء الأبدية. السماء عندهم ما كانتش مجرد فضاء فوقنا، السماء كيان روحاني قوي وقادر يمنح الشرعية ويرفع أقوام ويخفض أقوام آخرين. يعني الجبال والأنهار والأرض كلها ليها أرواح عندهم، وكمان عندهم احترام شديد للعلامات. حلم معين ممكن يعتبر رسالة، ظهور حيوان في وقت معين ممكن يعتبر فال حلو أو فال وحش ويعتبر كمان رسالة، ولو الطقس اتغير بشكل مفاجئ فبرضه يعتبر علامة أو رسالة. كل ده بيتفسر منهم على إنه إشارة من السماء. وفي مجتمع زي ده الكاهن أو الساحر أو ما يطلق عليه الشامان ليه دور مهم، لأنه بيتوسط ما بين البشر والقوى الغيبية وبيحاول يفسر الرسائل، وبيعمل طقوس لحماية القبيلة أو بيطلب النصر قبل المعركة أو لشفاء مريض. فالقيم اللي خارجة من المنظومة بقى ليها شكل محدد، يعني الشجاعة في القتال مش مجرد فضيلة اجتماعية، دي نوع من أنواع الطاعة لإرادة السماء. وأما بالنسبة للخوف والجبن فهو عار بيطارد الإنسان طول حياته ويمكن حتى بعد موته في ذاكرة القبيلة بتاعته. وكمان عندهم الطاعة للزعيم بالأخص في المعركة تعتبر قيمة أساسية، والمحارب لازم يسمع كل الكلام ويتحرك وقت ما يطلب منه وينفذ الخطة من غير أي تردد. وأما الصبر على الجوع والبرد والمشقة فده جزء أساسي من هويتهم، فالمحارب المنغولي بيتربى من صغره إنه يتحمل برد قارس ويعيش أيام بياكل أكل بسيط، وبالرغم من ده كله يفضل قادر على ركوب فرسه والدخول في أي معركة. فلما تجمع الشجاعة والطاعة والقدرة على التحمل هنفهم ليه المجتمع ده كان قادر ينقل ثقافة الحرب من مستوى الغارات القبلية الصغيرة لمستوى الجيوش الكبرى اللي بتسافر من منغوليا لحد شرق أوروبا ولحد مصر بعد كده. طب إيه هو شكل العالم في الشهوب دي في القرنين ال 12 وال 13؟ لو بصينا في الجنوب هنلاقي الصين منقسمة ما بين أكتر من قوة، في الشمال الغربي في دولة اسمها شيا الغربية، وفي الشمال الشرقي في دولة جين، وفي الجنوب في أسرة سونج، والأسرة دي اللي كانت بتتحكم في مناطق واسعة وغنية ومدن ضخمة. الصين عموما كانت حضارة قديمة وغنية بمدن وزراعة متقدمة وصناعة وتجارة ونظام بيروقراطي معقد، ولكن قوة زي دي ساعات بتبقى مشغولة بصراعات داخلية ما بين الأسر الحاكمة، وبتتعامل مع أهل السهوب على إنهم مجرد مصدر للإزعاج على الحدود مش أكتر. بيتحالفوا مع قبيلة ضد قبيلة، بيدفعوا أموال أو هدايا عشان يشتروا السلام فترة وخلاص، ولكن كان مستبعد بالنسبة لهم جدا إن الخطر اللي جاي من الشمال هيبقى بالحجم اللي هنعرفه بعد كده. فلو بصينا ناحية الغرب هنلاقي آسيا الوسطى والعالم الإسلامي في حالة ازدهار من ناحية وتوتر من ناحية تانية. مدن زي سمرقند وبخارى ومرو كانت مراكز علم وتجارة، طريق الحرير بيمر منها وبيربط الصين بالشرق الأوسط وأوروبا. الدولة الخوارزمية كانت في صعود وبتسيطر على أجزاء كبيرة من إيران وخراسان وما وراء النهر، ولكن داخليا كان في مشاكل وصراعات على الحكم، وكان في توتر ما بين السلطان والنخب المحلية،
وأما بقى في الجنوب الأبعد ففيه العراق والشام ومصر. والخلافة العباسية في بغداد ما كانتش في أقوى عصورها، والدول اللي حواليها بتزيد قوتها على حساب مركز الخلافة. وفي وسط كل ده منغوليا كانت وكأنها فراغ على الخريطة، أرض فقيرة ما عندهاش مدن عظيمة ولا ثروة تجذب الأنظار. العالم كله كان مركز اهتمامه حوالين الأنهار والسهول الزراعية، وأما السهوب المنغولية الباردة في الشمال فمحدش مركز معاها وبره حسابات الجميع. والمفارقة بقى إن الهامش الجغرافي ده هو اللي هيطلع منه بعد كده مركز قوة يقلب موازين المنطقة بالكامل. فدلوقتي لو وقفنا وبصينا على الصورة من بعيد هنبقى قدام بيئة قاسية وقبائل متفرقة في حالة صراع مستمر، وكمان نظام سياسي مبني على الزعماء والولاءات الشخصية، وضيف عليهم عقيدة تعظم الشجاعة والطاعة والقدرة على التحمل. ومع كل اللي فات هتلاقي عالم حوالين السهوب مشغول بنفسه وبمشاكله الداخلية ومش مركز معاهم إطلاقا. وهو ده الشكل العام للعالم في القرن ال 12 الميلادي، وهي دي تركيبة المغول في الوقت ده. وأما بالنسبة لجنكيز خان فهو لقب معناه الحاكم الأعظم، ولكن هو اسمه الحقيقي تيموجين، والمصادر التاريخية محددتش سنة ميلاد تيموجين بالظبط، وده حصل بسبب ندرة السجلات التاريخية المكتوبة في الفترة دي. ولكن يعني في اتفاق تاريخي إنه اتولد ما بين سنة 1155 و 1162 ميلاديا. اتولد في قبيلة اسمها البرجيجن، وهي واحدة من أهم القبائل المغولية اللي ادعت النسب إلى الجد الأسطوري بودو انتشار منخا. والنسب كان مهم جدا في مجتمع السهوب لأنه بيمنح صاحبه شرعية القيادة ومكانة اجتماعية ما بين القبائل. وأما بالنسبة لأبوه فكان اسمه ياسوجي بهاتور، وهو زعيم فرع من فروع البرجيجن وبيدعى قيات. ياسوجي ما كانش من كبار الملوك، لكنه كان رئيس عشيرة محاربة لها وزنها وعندها فرسان ويقدر يعمل بيهم غارات على القبائل الأضعف منه، وكمان بتديله وزن لما يجي يعمل تحالف مع قبائل تانية. وأما بالنسبة لأم تيموجين فاسمها هويلون، وكانت بتنتمي لجماعة اسمها ألخون أو ألخونات، وهي مرتبطة بتحالف قبيلة المركيت. وبتقول بعض المصادر إن ياسوجي خطف هويلين واتجوزها وخلفوا بعد كده تيموجين، واللي حصل ده سبب عداوة دموية ما بين عيلة تيموجين وقبيلة المركيت وفضلت سنين، وكان ليها تأثير بعد كده على سياسة جنكيز خان الحربية. فتيموجين من ناحية أبوه جاي من سلالة شايفة نفسها أحق بالقيادة والحكم، ومن ناحية أمه مربوط ومتصل بقبائل قوية تانية، وده حطه في قلب شبكة معقدة من تحالفات وعداوات ما بين القبائل. وده بيديك فكرة عن خلفية الشخصية نفسها واللي هتوصله بعد كده بجانب تفاصيل الحياة في السهوب المنغولية زي ما قلنا في الأول. تيموجين وهو لسه صغير ومن أول سنين عمره كان بيتعلم يركب خيل ويشد القوس، وتعلم يتحمل البرد والجوع، وعشان دي كانت هي الأساليب الأساسية للعيش والبقاء في سهول منغوليا. وكمان اتعلم يعني إيه يلتزم بروح القبيلة ويحترم كلمة أبوه والمحاربين، وكان دايما بيشوف أبوه وهو راجع من الغزوات والتحالفات القبلية المؤقتة، فبدأ من بدري يفهم يعني إيه قوة ويعني ايه زعامة. ومع انه كان ابن زعيم، بس عند المغول ابن الزعيم دي ما كانتش يعني عيشة رفاهية، كان معناها انه بيشيل مسؤولية من بدري وبيتعلم فنون القتال والقيادة ومن وهو عيل صغير. وبرغم ان تيموجين ابن زعيم القبيلة وحياته كان باين مسارها من اول ما اتولد، ويمكن تفتكر ان ده السبب في وصوله لمكانته كجنكيز خان، الا ان كان في كارثة كبيرة جدا هتحصل له هو واسرته، وهي اللي هتخليه يعيش اسوأ ايام حياته. والكارثة دي هتبدأ بموت ابوه مسموم من التتار، ومش هتخلص لحد كده، ده هو واسرته هيخسروا كل حاجة كان بيملكها الاب، زعامة القبيلة والحماية والخيول وحتى الأغنام. بس عشان تفهم ازاي أبوه مات مسموم وازاي كان قادر يعيش بعد ما اتاخد منه كل حاجة، فخليك متابع عشان تكمل رحلة صعود جنكيز خان والمغول. في قلب آسيا الوسطى وبين قبائل ما تعرفش الرحمة اتولد طفل اسمه تيموجين. الطفل ده ما كانش مجرد زعيم قبيلة، ده كان الشخص اللي بسببه اتوحدت قبائل السهوب المنغولية بالكامل تحت اسم واحد هيرعب العالم، والشخص ده هو جنكيز خان. ولكن قبل ما يبني الإمبراطورية بتاعته كان لازم يواجه أصعب عدو ممكن الإنسان يواجهه، اللي كان متمثل في الفقر والجوع والغدر من أقرب الناس ليه. وهنا بيجي السؤال المهم، إزاي طفل بيواجه كل الظروف الصعبة دي بيتحول لأقوى رجل على وش الأرض وقتها؟ تيموجين وهو لسه صغير عنده 9 سنين تقريبا، أبوه ياسوجاي خده معاه في رحلة عشان يخطب ليه بنت من قبيلة حليفة، والقبيلة دي اسمها قبيلة الأونجرات، والبنت كان اسمها بورتا. الخطوبة دي وقتها
كانت تعتبر نشاط سياسي أكتر مما هي شيء عاطفي، فكانت تعتبر جزء من عادات القبائل عشان يقوي التحالفات ما بينهم ويبقى فيه ترابط ما بين القبائل وما بين بعضها. ياسوجاي ساب ابنه الصغير فترة عند أهل بورت خطيبته عشان يعيش معاهم ويتعود عليهم، لأن الاتفاق على الخطوبة كان مجرد اتفاق بس عشان يتم التحالف ما بينهم، ولكن بالنسبة للزواج نفسه فهو هيتم لما يوصلوا لسن الزواج. ياسوجاي من الموضوع ده كانت خطته إنه هيرجع تاني عشان ياخد ابنه بعد كده، بس وهو راجع لأهله عدى على أرض أعدائه من قبيلة التتار، والقبيلة دي كانت موجودة جنب قبيلته، وكانت من العادات والتقاليد عندهم إن المسافرين لازم يتبادلوا الطعام مع بعض وقدموا ليه الأكل، بس المفاجأة إن الأكل كان مسموم، فمات ياسوجاي وهو مسموم بالأكل ده. وزي ما هنشوف بعد كده السم مش بس قتل ياسوجاي، ده قتل معاه مكانة عيلة تيموجين كلها وحتى حقها في العيش وسط القبيلة. أول ما الخبر وصل لتيموجين رجع لأهله وطلب يبقى مكان أبوه زعيم القبيلة باعتباره الوريث الشرعي ليه، وساعتها كان عنده يا 9 سنين يا 13 سنة، لأن الروايات والمؤرخين بيختلفوا في النقطة دي، بس في كل الأحوال كانوا شايفينه صغير والقبيلة رفضت تبايعه وتدخل في طاعته بسبب سنه. ومش بس كده، لا ده كمان عائلة التايتشيوت اللي كانت من ضمن القبيلة اتخلت عنهم وسابوه هو وأمه وإخواته من غير أي حماية، وخدوا كل الأغنام والخيول بتاعت أبوه وسابوهم من غير أي حاجة خالص. فجأة تيموجين لقى نفسه مع أمه وإخواته من غير قبيلة تحميهم بعد ما كان أبوه هو زعيم القبيلة، وبعد ما كان عندهم مواشي وخيول ملك أبوهم فجأة لقوا نفسهم مش لاقيين حتى الأكل، وعاش تيموجين هو واخواته وامهم في حاله فقر وجوع وبؤس شديد لكذا سنه، وعشان يقدروا يكملوا حياتهم كانوا بياكلوا اي حاجه موجوده قدامهم، سواء ثمار بريه او حيوانات بيصطادوها او حتى جثث التيران الميته. تيموجين نفسه كان بيقعد من غير اكل بالثلاث والاربع ايام وبيستحمل الوجع بتاع الجوع لحد ما يلاقي الاكل. وفي مره وهم بيصطادوا دخل تيموجين في خناقه مع اخوه غير الشقيق بسبب الخلاف على غنيمه صيد، وفي روايه تانية بتقول ان اخو تيموجين سرق منه الحاجات اللي اصطادها، فتيموجين قتله من غير اي شفقه ولا اي رحمه. ام تيموجين طبعا ما كانتش مصدقه الموقف واتهمته هو واخوه التاني انهم بقوا مجرد قتله، والحادثه دي كانت دليل على قد ايه الاسره كانت عايشه في بؤس وجوع، وكمان كانت دليل على حده طباع وشخصيه تيموجين من وهو لسه عيل صغير. وبرضه من المواقف اللي اظهرت قوه وشخصيه تيموجين بعد كده وبينت قدرته ان هو يلم حواليه انصار بقوه الشخصيه دي، وهو انه تعرض للاسر على ايد زعيم قبيلة التايتشيوت في مرة من المرات واللي كانوا حلفاء لأبوه قبل موته، وبدل ما يقتلوه خلوه قريب من معسكرهم وهو لابس طوق خشب كنوع من أنواع الذل والتعذيب. وفي ليلة من الليالي وهم بيحتفلوا بوليمة تيموجين خد باله إن الحراسة عليه ضعيفة، فخبط الحارس بالطوق الخشبي خبطة وقعته على الأرض وجري وهرب. وفضلت القبيلة تدور عليه طول الليل وشافه واحد من رجالتهم، بس بدل ما يمسكه ساعده إنه يهرب وعرض حياته للخطر. وبعض الروايات بتقول إنه عمل كده بسبب شجاعة وقوة شخصية تيموجين، وبعد كده تيموجين هيرد له الجميل وهيخلي ابنه واحد من قادة جيوشه، وبسبب طريقة هروبه اسمه بقى معروف أكتر وانتشر بسرعة ما بين القبائل. وفي موقف تاني حصل لتيموجين إن في يوم من الأيام هجمت حرامية على المكان اللي فيه الخيل بتاع الأسرة وسرقوا 8 من أصل 9 خيول كانت عندهم، فتيموجين بدأ يجري وراهم، وفي السكة وقف يسأل شاب غريب اسمه بؤرتشو إذا كان شاف الخيول في السكة ولا لأ. بؤرتشو قال له إن هو ما شافهمش، بس قرر إن هو يسيب اللي في إيده ويساعد تيموجين واداله حصان جديد وطلع معاه يساعده يرجع الخيول اللي اتسرقت منه، ورفض ياخد اي مكافأة على اللي عمله. بؤرتشو لما شاف قوة شخصية تيموجين وهو معاه في رحلته وهو بيدور على الأحصنة المسروقة قرر يكون ليه حاجة بيكون اسمها نوكور، ودي معناها عند المغول يعني الرفيق الحر التابع، وساب أسرته وفضل ملازمه بعد كده، مع العلم انه بعد كده هيبقى واحد من كبار القادة في الإمبراطورية المغولية بعد ما هيأسسها تيموجين. المهم في الوقت ده ما كانش في منغوليا أي اتحاد قبلي ليه كيان سياسي واضح، وكانت اغلب المصاهرات والجوازات هدفها تثبيت تحالفات مؤقته ما بينهم. تيموجين بدا يكبر وهو بيتفرج على المناخ السياسي المعقد في منغوليا ما بين حروب قبليه وسرقات وغارات وكمان فساد وسلسله انتقامات ما بين التحالفات دي، وزياده على كل ما سبق ان كان في تدخلات اجنبيه زي الاسره الحاكمه الصينيه في جنوب السهوب وشمال الصين المتمثله في دوله جين. تيموجين اتعلم من امه كتير عن المناخ السياسي في منغوليا وقد ايه هو مناخ غير مستقر، وتعلم
اتعلم إن التحالفات ما بين القبائل ضرورية جدا، فاضطر إن هو يدخل تحت حماية حليف أبوه طغرل المشهور بوانج خان، وكان زعيم قبيلة الكرايت عشان يحتمي بيه. ورغم إن قبيلة تيموجين نبذت أسرته، بس كان ليهم هيبة وشعبية ما بين كل القبائل، وده بسبب أصلا إنهم من قبيلة اسمها بورجيجين اللي هي العشيرة الملكية، وده خلاه يقدر يطالب بحقه في الجوازة اللي أبوه ياسوجاي كان خاطبها ليه من قبل ما يموت. وفعلا اتجوز تيموجين من بورته من قبيلة الأونجيرات وهو عنده 16 سنة عشان يقوي التحالف ما بين القبيلتين. وبما إنك مكمل معانا لحد هنا فده معناه إن المحتوى عجبك، اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو لأن ده أكبر دعم بتقدمه وأكتر حاجة بتساعدنا نطور المحتوى أكتر. بس فجأة ظهر عدو قديم وهي قبيلة الميركت اللي موجودة في شمال منغوليا، لأن القبيلة دي كان عندها طار مع أبو تيموجين، لأن أبوه ياسوجاي زمان خطف هولون أم تيموجين من واحد منهم، فالميركت حبوا يردوها بطريقتهم وهو إنهم هجموا وخطفوا مرات تيموجين. تيموجين وقتها حس إن الموضوع أصبح أكبر منه، فاستنجد بصاحب أبوه طغرل زعيم قبيلة الكرايت، وكان ما بينه وما بين ياسوجاي علاقة اسمها أندا، ودي معناها أخوة بالعهد. ووقتها كان طغرل أقوى أمير مغولي تقريبا، وعمل معاه تحالف واستعان بيه عشان يحرر مراته، وكمان عمل تحالف مع صاحبه وقتها جاموجا لأن قبيلته كان فيها جنود كتير ممكن يستعين بيهم. وفعلا برضه تيموجين عرف ينقذ مراته بمساعدة طغرل وجاموجا. تيموجين كان شايف إن الولاء ليه أهم من أي حاجة، وكان بيحترم الأخوة والصداقة جدا. جاموجا مثلا كان من أقرب أصحاب تيموجين، ولكن الصداقة دي اتعرضت بعد كده لاختبار عنيف ما بينهم وخسروا بعض بسبب خلافات كتير ما بينهم. وبعد إنقاذ تيموجين لمراته ابتدى يتلم حواليه رجالة كتير من العائلات والعشائر اتشدوا لصلابته ولذكائه في القيادة، ومن هنا بتبدأ تلاحظ الفرق الحقيقي ما بينه وما بين غيره. تيموجين كان شايف اللي محدش واخد باله منه، وهو إن القبائل مش بس دم ونسب، دي قوة بشرية ينفع يتعاد تشكيلها من جديد ويتم توحيدها، فابتدى يسعى لده. والطريقة اللي استعملها كانت من خلال إنه يكافئ الجنود اللي معاه على الولاء والكفاءة أكتر من القرابة والنسب والمكانة، وبقى يرفع ناس من طبقات أقل لو أثبتوا نفسهم في القتال أو الحراسة أو الإدارة. خطوة تبان شكلها بسيط، بس في الحقيقة دي كانت ضربة كبيرة في قلب النظام القبلي، لأن بكده المجد والسمعة ما بقوش حكر على أولاد الزعماء بس، بالعكس ده أصبح متاح لأي حد حسب قوته ومجهوده وكمان ولائه. طبعا النجاح اللي بقى فيه تيموجين والتفاف الناس حواليه خلى فيه حساسية ما بينه وما بين بعض المقربين منه، زي جاموغا اللي اتكلمنا عنه من شوية واللي كان قائد قوي وعنده أنصار كتير برضه، بس هو كان مناصر للتقاليد القديمة وكان شايف إن الحكم حق للنبلاء فقط. وأما بالنسبة لتيموجين فكان بيبني حاجة جديدة وكيان جديد، كيان يكون الولاء فيه لتيموجين والكيان اللي بيأسسه أعلى من اسم القبيلة. ومع الوقت الشرخ ما بينه وما بين صديقه بدأ يكبر، ومش بس المنافسة شخصية، لا ده كل واحد منهم أصبح بيمثل فكر مختلف تماما في طريقة الحكم، والخلاف اتحول لصدام وتحالفات اتعملت ضد تيموجين لأن السهوب بتخاف القائد اللي بيكبر بسرعة. بس هو اتعلم قاعدة مهمة، وهي إن في السهوب لو هزمت عدوك وسبته هيرجع لك بكرة أقوى وهينتقم منك. عشان كده ما اكتفاش إنه يهزم أعدائه، ده كان بيخلص عليهم وعلى أي فرصة لرجوعهم أو أي انتقام من أي حد من رجالتهم. فكان بيعيد ترتيب القبائل نفسها، ولما كان بيحارب قبيلة كان بيضم المهزومين منها لجيشه، وكان بيفرقهم على وحدات جديدة وبيمنع الولاءات القديمة ترجع زي الأول، وعمل جيش كبير وقوي جدا. وبعدين دخل في مرحلة جديدة، مرحلة التصفية للتحالفات المنافسة ليه، وأول حاجة واجهها كانت التتار اللي كانوا سبب في موت أبوه والاسم اللي كان بيرعب منطقة السهوب كلها. والتتار زي ما قلنا قبل كده هي قبيلة من قبائل السهوب المنغولية، بس احنا في منطقتنا العربية خصوصا المؤرخين المسلمين زمان كانوا بيطلقوا على المغول لقب التتار. المهم دلوقتي ان تيموجين ما كانش عايز يسيب وراه اي جبهة مشتعلة، فهزم التتار في كذا معركة ورا بعض لحد ما في الاخر هزم وأسر زعيمهم وأعدمه، واللي اتبقى منهم انضم لتيموجين، واللي عمله كان بمثابة رسالة قاسية لكل القبائل. وسياسته الصارمة في الحروب دي كانت هي السبب في انتشار اسمه وسمعته ما بين جميع القبائل. ومع كل خطوة كان بياخدها خيمته بقت تتحول لمركز جذب لناس هربانة من ظلم زعمائها، وشباب عايزة فرصة تثبت نفسها تحت قيادته، ومقاتلين بيدوروا على نظام وحياة تضمن لهم مكانة تليق بإمكانياتهم. وده كان من أول الخلافات ما بينه وما بين صديق الأمس وعدو اليوم
جاموغا، لأن بدأت ناس من قبيلته ورجالته يسيبوه ويروحوا لتيموجين، ولما راح لتيموجين عشان يرجعهم فتيموجين قال له كل راجل ليه حرية في اختيار قائده، وده خلى جاموجا يشيل أكتر من تيموجين. المهم بعد كده إن تيموجين ابتدى يحط أساس دولة قبل ما تتسمى دولة، نظم الحراسة وفرض الطاعة وربط الغنايم بقانون ماشي على الكل، وكمان عمل حرس قريب منه يحميه ويضبط الوضع الداخلي ويحتوي أي مشكلة تحصل. بس أخطر اختبار حصل لتيموجين ما كانش التتار ولا الميركت، كان الحليف القديم نفسه وهو طغرل، لأن في لحظة ما ووسط كل الزخم حوالين تيموجين ووسط كل الأحداث دي تدخلت الغيرة والشكوك والحسابات السياسية ما بينهم، وخلت الأمور تشتعل خصوصا مع طموحات ابن طغرل، فتحول الحليف لخصم وصديق الأمس اتحول لعدو اليوم مرة تانية، وقامت حرب ما بين تيموجين وقبيلة الكرايت، وما كانتش مجرد معركة وخلاص، ده كان صدام ما بين قائد جديد طالع بسرعة الصاروخ وما بين قائد ونظام قديم حاسس ان البساط بيتسحب من تحت رجليه، وكان لازم ياخد موقف من كل ده. بس اللي حصل ان تيموجين انتصر والكرايت اتفككوا وطغرل سقط، وسقوطه كان يعتبر سقوط عمود كبير من أعمدة التوازن القديم، وبكده ما فضلش إلا الخصم الأضخم في الغرب قبيلة النايمان، والقبيلة دي كانت قوة كبيرة جدا وبدأت تخاف من تمدد تيموجين، فحاولوا يعملوا تحالف جديد ولقوا في جاموغا صديق تيموجين القديم هو الشريك المناسب للتحالف ده. الجيوش كلها اتحركت والسهوب كانت وكأنها داخلة على معركة فاصلة، يا إما كل حاجة ترجع زي زمان يا إما في كيان جديد هيتولد في منغوليا وما شافتش زيه قبل كده. وفي المعركة الحاسمة دي تيموجين ما حاربش بالسيف بس، ده حاربهم بالعقلية والفكر والقيادة وكمان بالعدالة اللي أسسها ما بين جيشه وما بين جنوده، اللي خلت فيه حالة انضباط في كل شيء تقريبا. وطبعا بجانب قيادته العسكرية وقدرته على انه يخلي رجالة من قبائل مختلفة يقاتلوا معاه وكأنهم شيء واحد، كل ده كان سبب في انه يكسب المعركة وتسقط وتنهار قبيلة النايمان، القبيلة اللي كانت تعتبر اكبر قوة كانت تقدر توقف مشروع توحيد قبائل المغول، وهرب قائد قبيلتهم كمان. واما جاموغا فاصبح مطارد لحد ما وقع في الاسر وتم اعدامه بعد كده. وبعد سنوات من الحروب وتقريبا سنة 1206 قرب نهر الأونون اتجمع زعماء السهوب في قور التاي اللي هو أعلى مجلس شرعي عرفته قبائل منغوليا المكلف باتخاذ القرارات الكبرى وتنصيب الخانات. والاجتماع ده حصل بحضور تيموجين اللي ما بقاش مجرد قائد بيكسب حروب ومعارك عادية، ده أصبح الراجل اللي كسر مراكز القوى القديمة وزرع الولاءات في سهوب منغوليا من جديد، ودمج القبائل المهزومة بدل ما يسيبها قنابل موقوتة تكون نفسها من تاني أو تسعى للانتقام لاحقا، وبنى منهم جيش كبير قائم على الانضباط مش قائم بس على الأنساب، وفرض نظام يخلي السهوب المنغولية كلها كيان واحد. ففي اللحظة دي ما أعلنوش تيموجين كقائد وبس، دول أعلنوا بداية عصر جديد، عصر بداية المغول. أعلنوا تيموجين بلقب جنكيز خان. السنة دي كانت هي نقطة التحول الكبير في تاريخ المغول بل وفي تاريخ العالم كله، لأنها كانت اللحظة اللي فيها المغول ولأول مرة بقوا جاهزين يطلعوا بره السهوب ويبدأوا يبصوا لأبعد من حدودهم، ومنغوليا نفسها اتغيرت وظهرت أمة مغولية موحدة كأنها صناعة شخصية لجنكيز خان، لها جيش كبير وقوي، وقادة الجيش كانوا يا إما أولاده يا إما رجالة هو اختارهم بنفسه، وولائهم كان بشكل مطلق. وبعد استقرار الوضع طموحهم زاد وعينيهم بقت على ما وراء السهوب المنغولية، وجنكيز خان كان خلاص هيبدأ مغامرته الكبرى في غزو العالم اللي هيبدأها بحروب شرسة تجاه الصين واللي قتل فيها الملايين. في سنة 1206 العالم كان على موعد مع ولادة واحدة من أكبر القوى المرعبة في التاريخ، قبائل السهوب المنغولية اللي كانت غرقانة في حروبها الداخلية واللي اتوحدت فجأة تحت راية رجل واحد وهو جنكيز خان. ولكن التحدي الحقيقي قدام جنكيز خان ما كانش توحيد قبائل منغوليا بس، والتحدي كان إزاي جيش من البدو يقدروا يواجهوا أعظم حضارة موجودة في وقتهم، حضارة محمية بأسوار عظيمة ومدن غنية ومحصنة بقالها آلاف السنين زي مدن الصين. لحظة إعلان تيموجين لجنكيز خان كانت نقلة كبيرة في حياة سهوب منغوليا كلها، لأنها كانت لحظة انتقال من فكرة التحالفات القبلية المؤقتة لمشروع دولة قائم على مركزية القرار وإعادة تشكيل الجيش وصناعة ولاءات جديدة أكبر من روابط الدم والأنساب. فالحياة قبل سنة 1206 حاجة وبعدها أصبحت حاجة تانية خالص، لأن جنكيز خان بقى بيملك حاجة ما كانتش عند أي حد قبله، وهي احتكار العنف المنظم عن طريق جيش موحد هو قائده، وضيف عليهم كمان شرعية سياسية مدعومة بفكرة الولاء التام لجنكيز خان. وهنا بتبان قاعدة سياسية شبه ثابتة في الإمبراطوريات العسكرية، إن بعد توحيد القبائل وكسر خصوماتها لازم هتقابل سؤال مهم جدا، وهو إيه اللي هنعمله بعد كده؟ جنكيز خان كان فاهم كويس إن التحالف اللي عمله بالسيف والدهاء
ممكن يتفكك في ثانية واحدة. والتفكك ده هيحصل لو مفيش مشروع كبير يجمع الناس كلها حواليه ويخلي رجالته عندها هدف وغاية وغنائم يكسبوها. فلو عجلة المعارك والحروب وقفت، التنافس القديم هيبدأ يرجع من تاني، والقبلية هتعود من تاني وكأننا ما عملناش أي حاجة، وهترجع المعارك ما بين القبائل وبعضها. وعشان كده التوسع الخارجي ما بقاش مجرد رفاهية عند جنكيز خان، لأن بصراحة كده هو عامل زي اللي كبر وتوحش، والوحش هنا هو الجيش الكبير اللي أسسه، اللي بقى بيتغذى على الحروب والمعارك والقتل والغنائم. ولو ما قدرش يوجهه خارج منغوليا، هيرجع يتفرق من تاني بعد ما وحده، وهيرجع يقاتل بعضه زي ما كانوا قبل كده ويمكن أسوأ كمان. فكانت الغزوات الخارجية بالنسبة لجنكيز خان تعتبر هي أداة استقرار داخلي، ومش بنقول ده كتبرير لكل الأعمال الوحشية اللي عملها واللي لسه هيعملها، لأننا عارفين ومتأكدين إنه سفاح وإن المغول كانوا قبائل همجية. بس إحنا بنحاول نفهم مع بعض عقلية المغول كانت ماشية إزاي، وإيه الدوافع اللي كانت بتحرك جنكيز خان، لأن المشكلة الدائمة لينا كعرب إن في ناس كتير مش فاهمة مين هم المغول ولا قدرت تفهم أفعالهم لحد النهاردة. ودورنا هنا إننا نفهم سبب كل حاجة عملوها، ونفهم كانوا بيفكروا إزاي، عشان لو قابلنا عدو شبههم في يوم من الأيام نبقى فاهمينهم كويس ونعرف نواجههم إزاي. المهم في سنة 1209 بدأ جنكيز خان يفكر في غزو الصين، وفي الوقت ده وتحديدا في القرن ال13 الصين ما كانتش دولة واحدة بشكلها الحالي. الصين كانت متقسمة ل3 ممالك رئيسية، وكل الممالك دي كانت في مشهد سياسي معقد جدا، بس هنحاول نبسطه مع بعض. في الشمال مثلا كان عندنا سلالة الجين، وهي كانت مسيطرة على مناطق كبيرة وأجزاء واسعة من شمال الصين. وأما بالنسبة للشمال الغربي فكانت شيا الغربية أو التانجوت. وأما بقى في الجنوب فكانت موجودة مملكة أسرة سونج، والممالك دي كان في ما بينهم بعض التوترات والصراعات، خصوصا شيا الغربية ومملكة الجين. ولكن أكتر مملكة بتتدخل في شؤون القبائل في منغوليا كانت مملكة الجين، فهي كانت العدو الأخطر على المغول وعلى جنكيز خان. بس جنكيز خان كان مأجل فكرة غزوها، وقرر يغزو مملكة شيا الغربية الأول باعتبارها البوابة الاستراتيجية اللي هتفتح له بعد كده فرص لغزو مملكة الجين. وكمان كان عارف كويس إنه لما يتحرك ناحيتها مملكة الجين مش هتتدخل ولا هتقف معاهم. أكيد هيجي في بالك دلوقتي سؤال مهم، وهو إزاي مجرد قبائل اتوحدت بعد ما كانت متفككة بتوصل لمرحلة إنها بتحاول تغزو ممالك عملاقة زي ممالك الصين؟ بالأخص إن ممالك الصين كانت محصنة جوه أسوار ومدن، وعندها موارد أكبر وأغنى من قبائل السهوب بكتير. في الحقيقة السؤال اللي فات ده أنت عندك حق فيه، وعشان كده جنكيز خان فضل من سنة 1206 لحد 1209 بيعيد تنظيم جيشه وتقسيمه من تاني، وعمل حاجة كان اسمها النظام العشري في الجيش، لأن سر قوة جيش المغول ما كانتش في العدد قد ما كانت في التنظيم، وهو إنه قسم الجيش لوحدات ثابتة، يعني كل 10 جنود مع بعض فرقة تحت قائد منهم، والفرقة الأكبر شوية مكونة من 10 مجموعات من الوحدات الصغيرة اللي قلنا عليها دي. يعني ببساطة الفرقة الأكبر مكونة من 100 جندي، وبعد كده الفرقة الأكبر مكونة من 1000 جندي، وهكذا لحد ما بنوصل لفرقة تعدادها 10,000 جندي جواها فرق صغيرة بقادة معروفين، والجيش وقتها تعداده زي ما بتقول المصادر حوالي 100,000 جندي. بس طبعا هيزيد مع الوقت. النظام العشري في الجيش ده هيكون مؤثر جدا في كل حروب ومعارك المغول بعد كده، لأن بقى فيه مرونة كبيرة في التحكم في الجيش وتقسيمه في وقت قليل جدا وبطرق تفاجئ خصومهم. والموضوع كمان كان ليه بعد تاني، وهو إنه يقدر يخلط أفراد من قبائل مختلفة جوه نفس الوحدة عشان يفك العصبيات القبلية القديمة ويبني ولاء جديد للوحدة وللقائد الأعلى. وكمان زي ما قلنا إنه اعتمد على الكفاءات بدل النسب والقرابة، وده عكس السائد في الوقت ده وفي أي حتة في العالم كله. وده ترتب عليه ظهور قادة كبار بولاء مطلق لجنكيز خان. وكمان أسس جنكيز خان شبكات تجسس ومحطات فيها ناس بينقلوا الأخبار وبسرعة شديدة، حاجة كده تشبه البريد بس بما يتناسب مع الوقت اللي كانوا عايشين فيه. النظام ده كان بيسمح بنقل الأوامر والمعلومات السرية بسرعة، والسرعة دي هتدي ميزة كبيرة لجيش جنكيز خان في أغلب المعارك. وطبعا كل اللي فات بجانب خبرة المغول نفسهم في المعارك وفي الحروب، فكل دي حاجات هتساعدهم في حروبهم بعد كده. طب ليه الصين؟ إيه اللي هيخلي جنكيز خان يتجه للصين بالتحديد؟ من ضمن الدوافع اللي كانت عند جنكيز خان كان الدافع الاقتصادي، لأن عرفنا مع بعض قبل كده إن بيئة السهوب المنغولية فقيرة وثروتها محدودة، بعكس دول الشمال الصيني اللي عندها زراعة وحبوب ومدن غنية ومعادن وحاجات كتير يقدروا ياخدوها. وجيش المغول هنا كان في أمس الحاجة لكل ده. وأما بالنسبة لتاني دافع عند جنكيز خان فكان تأمين حدود الإمبراطورية المغولية الجديدة. مملكة الجين مثلا كانت بتعامل قبائل السهوب وكأنهم تابعين لهم، وكانوا فاهمين ازاي يأثروا على قبائل المغول، فكانوا بيعتمدوا على مبدأ فرق
تسد. فقبيلة الجين كان عندهم المقدرة قبل كده إنهم يكسبوا ولاء القائد بالمال، أو إنهم يشيلوا زعيم ويعينوا واحد تاني على مزاجهم. فكان كل الخوف عند جنكيز خان إن مملكة الجين تتدخل وتهد كل اللي عمله، فكان محتاج إنه يفرض سيطرته عليهم قبل ما هم يفرضوها عليه. وبعض الروايات بتقول إن الغزو بدأ بسبب رسالة من إمبراطور جديد لأسرة الجين كان بيطلب فيها من جنكيز خان إعلان التبعية ليه. فجنكيز خان حس بالإهانة وقرر يحاربهم. وزي ما قلنا إن رغم كل العداوة اللي كانت مع مملكة الجين، إلا إن جنكيز خان قرر يغزو مملكة شيا، المملكة اللي ما كانتش أكبر إمبراطورية صينية بس كانت تعتبر البوابة للي جاي بعد كده. بس التنفيذ ما كانش بنفس سهولة اتخاذ القرار، لأن أول مرة جنكيز خان تقريبا يواجه عدو محصن بأسوار وأبواب وعنده مخازن من أكل ومية تكفيه وتخليه يستحمل الحصار. وده لأن جنكيز خان وكل جيشه واخد على الحروب في السهوب اللي معتمدة على الفرسان، مفيش تخطيطات عسكرية معقدة ولا حصار مدن وأسوار ولا كل الكلام ده. المهم كان في حصن قوي جدا بيحمي الممر الرئيسي اللي بيودي لعاصمة مملكة شيا. الحصن ده كان فيه آلاف الجنود ومتحوط بأسوار عالية جدا، وكان صعب جدا على جنكيز خان انه يقتحمها، لأن زي ما قلنا إن جيشه في الوقت ده ما كانش مدرب على اقتحام المدن ولا الأسوار، ولا حتى كان معاهم المعدات ولا الأدوات اللي تساعدهم على هدم الأسوار دي ولا حتى اقتحامها. فما كانش عنده حل غير إنه يحاصر الحصن ده. وفضل محاصرهم لحد ما قرر يستخدم أسلوب الانسحاب التكتيكي اللي هيستخدمه في كتير من معاركه بعد كده، وهيبقى أسلوب المغول في كل الحروب. وفكرة الأسلوب ده إنه كان بينسحب من مكان الحصار ويسيب قوة صغيرة كطعم، فلما العدو يشوف القوة الصغيرة فيقرر يهاجمها، فيرجع بباقي الجيش ويعمل عليهم كماشة ويخلص عليهم. وفعلا عمل التكتيك ده مع مملكة الشيا عند الحصن اللي كان محاصره، وساب مجموعة صغيرة وانسحب بباقي الجيش، فبلع جنود مملكة الشيا الطعم وفتحوا الحصن وخرجت منهم قوة كبيرة تهاجم القوة الصغيرة اللي سابها جنكيز خان. وفي اللحظة دي هجم جنكيز خان بكل الجيش على القوة دي وقتلهم، وضيف عليهم انه هجم على الحصن واستولى عليه. وبكده أصبح طريقه لعاصمة مملكة الشيا مفتوح بالكامل. ولما وصل للمدينة حاصرها لفترة بس برضه فضلت صامدة قدامه، واستمر ده لحد ما استخدم جنكيز خان المياه كسلاح حصار. ساعتها قرر الإمبراطور بتاع مملكة الشيا يتفاوض مع جنكيز خان لأول مرة ويقبل إنه يدفع له الجزية مقابل فك الحصار عن المدينة. وبما إنك مكمل معانا لحد هنا فده معناه إن المحتوى عجبك. اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، لأن ده أكبر دعم بتقدمه وأكتر حاجة بتساعدنا نطور المحتوى. جنكيز خان وافق بس بشرط انه لما يجي يحارب اي حد بعد كده مملكة الشيا هتبقى ملتزمة تبعت له جنود وتساعده في الحرب بتاعته. ووافق الامبراطور واتفقوا على كده. بس يا ترى هل التزم الامبراطور باتفاقه مع جنكيز خان؟ ده اللي هنعرفه بعد كده. المهم بعد ما وصل جنكيز خان للي هو عايزه مع مملكة الشيا، بدأ في سنة 1212 التحرك لمواجهة مملكة الجين. ممالك الصين قبل الوقت ده بكتير كانت بتخاف من هجمات قبائل البدو عليها، فكانت بتبني تحصينات كتيرة على هيئة أسوار زي سور الصين العظيم كده، واللي بالمناسبة في حلقة بتجهز عنه بالتفصيل هتنزل قريب. بس في الوقت ده ما كانش السور مكتمل بنفس هيئته الحالية، وده سهل شوية على جنكيز خان عملية اختراقه لمملكة الجين. وفعلا بدأ يكتسح المدن والقرى في طريقه ناحية عاصمة مملكة الجين اللي هي بكين في وقتنا الحالي. المغول وصلوا بتقدم، ومع كل مدينة تحاول تقاومهم كان جنود المغول ما بتتوصاش في عمليات السرقة والنهب والقتل زي ما كانوا نفسهم متعودين مع بعض أيام ما كانوا قبائل بتحارب نفسها. ولما وصل جنكيز خان لممر مهم، والممر ده كان قبل العاصمة، كان عليه حصن قوي بقيادة جنرال صيني كبير. ورغم تفوق جيش مملكة الجين عدديا، إلا إن الرعب اللي سبق المغول خلى الجنرال يفكر في الصلح، وفعلا أرسل ضابط للتفاوض. ولكن الضابط ده انشق وانضم لجنكيز خان وقدم ليه معلومات خطيرة جدا خلت المغول يعرفوا يقتحموا الحصن اللي محاصرينه، وبكده أصبح الطريق للعاصمة مفتوح. وبالمناسبة الضابط اللي انشق ده ما كانش أول صيني ينضم لجنكيز خان، قبله كان في ناس من الصين انضموا لجنكيز خان ومش ناس عادية، دول كانوا نبلاء وقادة ومسؤولين وأصحاب نفوذ. وده بسبب مشاكل داخلية في مملكة الجين نفسها، خصوصا مع الأسرة اللي كانت بتحكم مملكة الجين قبلهم وطردوهم. المهم بسبب انشقاق النبلاء دول جنكيز خان بقى بيملك مستشارين أجانب فاهمين الأرض اللي بيحارب عليها كويس وعارفين كل ظروف مملكة الجين، فساعدوه بالمعلومات في معاركه هناك. وجنكيز خان ما اكتفاش بحصاره للعاصمة، ولكنه كمان قسم الجيش ل3 فرق، وهو بنفسه كان قائد الفرقة الوسطى
الوسطى اللي محاصرة العاصمة، وبعت باقي الفرق لمحاربة باقي المناطق زي إقليم منشوريا، واللي استخدم فيها المغول خدعة الانسحاب التكتيكي اللي قلنا عليها من شوية، وبسببها قدروا يسيطروا على المدينة. ولكن الشتاء الصعب في الصين كان بيجبر جنكيز خان على الانسحاب، ولو كان الانسحاب ده مؤقت، وبعدين بيرجع تاني في السنة اللي بعدها يعيد الحصار. ومع الوقت بدأ يستخدم وسائل أشرس، وأهمها كان وضع الأسرى اللي أخدهم في مقدمة الجيش، وده كان بيكسر مقاومة المدن، لأن المدافعين عنها كانوا بيخافوا يضربوا أي سهم ناحية جيش المغول خوفا على الأسرى اللي كانوا في مقدمة الجيش من أهلهم أو أقاربهم. وزي ما قلنا قبل كده إن جيش المغول ما كانش عندهم خبرة تقريبا في حصار المدن، ولكن المنشقين من مملكة الجين ساعدوهم عشان يوصلوا للمرحلة دي من فهم طرق وأساليب الحصار. بس برغم المساعدة دي ما قدروش برضه ياخدوا عاصمة مملكة الجين، وده بسبب تحصينات الصين اللي كانت متقدمة جدا زي ما قلنا، وبسبب الأسوار العالية وأبراج الحراسة اللي كانت موجودة في الأسوار، وضيف عليهم كمان المتاريس والكرات النارية، وكل ده بالإضافة لمخزون من الأكل يكفيهم وقت الحصار. جنكيز خان لما خد باله من نقطة المخزون بدأ يدمر المحاصيل اللي حوالين العاصمة سنة بعد سنة، فهنا بدأت تحصل مجاعة واضطرابات سياسية داخل مملكة الجين. وبسبب ان الحرب والحصار كانت صعبة على الطرفين، في الآخر اتفقوا انهم يعملوا صلح وينسحب المغول، وكل ده كان مقابل جزية للمغول وشوية هدايا. بعدها بفترة استغل إمبراطور الجين اتفاق السلام مع جنكيز خان ونقل مقره للعاصمة الجنوبية بيانجينج. جنكيز خان اعتبر الحركة دي وكأنها كسر للهدنة، لأنه حس إنه عايز يهرب من شروط الصلح أو بيحاول ينظم دفاعاته من تاني، فاستأنف الهجوم من تاني على مملكة الجين، بس المرة دي كان أعنف، وسيطر على مساحات كتير من شمال الصين، وده باستخدام أدوات حصار بناها بمهندسين وفنيين أثرهم من المدن الصينية. وفي سنة 1215 هزم جنكيز خان قوات الجين ودمر شمال الصين، وقدر يستولي على تشونغدو، واللي كانت تعتبر عاصمة مهمة جدا لمملكة الجين واللي هي حاليا بكين. ومع سقوط العاصمة حصل خراب واسع وموجات نزوح ودمار هزت شرعية إمبراطورية الجين بالكامل. ولو تاخد بالك إن كتير من المدن ما وقعتش لأن المغول اقتحموا أسوارها، ولكنها سقطت لأنها تم عزلها وتم استنزافها وفقدت القدرة على الصمود. فهتلاقي مدن يا إما استسلمت يا إما ضعفت للدرجة اللي تخليها تنهار قدام المغول. فسقوط شونغدو سنة 1215 كان علامة كبيرة على قوة المغول وعلى تطورهم، وإن مشروع جنكيز خان بقى قابل للاستمرار وكمان التوسع، وده اللي خلى جيش المغول واحد من الجيوش القوية في حصار المدن، وده اللي هنشوفه بعد كده، وده بسبب الخبرة اللي اكتسبها في الحروب ضد ممالك الصين. فغزو الصين يعتبر نتيجة لميلاد دولة مغولية جديدة، بس في نفس الوقت كان سبب في قتل ملايين الصينيين اللي ماتوا على ايد جيش جنكيز خان. يمكن لما نشوف القصة من اولها هتلاقي ان قرار جنكيز خان بغزو الشمال الصيني ما كانش فكرة قائد بيدور على مجد، على قد ما كان نتيجة لتحول تاريخي في السهوب المنغولية، وقد ما كانت عشان يحافظ على اتحاد القبائل في منغوليا. ولكن طبعا مفيش اي مبرر لقتل وحرق المدن باكملها زي ما عمل جيش جنكيز خان ولسه هيعمل. وفي الوقت اللي كان فيه جنكيز خان بيثبت اقدامه في الشرق، كان في قوة تانية بتظهر في الغرب وهي الدولة الخوارزمية. ازاي قرار غير مدروس من مسؤول في الدولة الخوارزمية هيكون سبب في دخول المغول ولأول مرة لجوه العالم الإسلامي، وهيكون سبب في خراب ممالك كتير وموت ناس أكتر. في سنة 1218 العالم الإسلامي كان على موعد مع واحدة من أكبر الأخطاء الكارثية من سلطان الدولة الخوارزمية، واللي انتهت ببحر من دماء المسلمين. وفي الوقت ده كانت الدولة الخوارزمية بتعيش في أزهى عصورها، إمبراطورية ضخمة بتمتد من إيران لحد أفغانستان، وبيحكمها سلطان مغرور بقوته اسمه علاء الدين بن خوارزم شاه. وعلى الناحية التانية كان في قوة كبرى بدأت تظهر في الشرق واسمها المغول بقيادة جنكيز خان. بعد ما المغول قدروا يسقطوا عاصمة مملكة الجين في الصين وخرجوا منها بغنائم ضخمة، بس اللي كان أهم من الغنائم هي السمعة الحربية اللي عملتها المغول، لأن كل من سمع الخبر في الوقت ده ما صدقش إن المغول قدروا يحاربوا الصينيين وياخدوا مدنهم ويقتحموا أسوارهم. فبجانب الغنائم الكتير اللي أخدوها كسبوا كمان سمعة قوية، ولما سمعتهم دي انتشرت وخبر انتصارهم وصل للبلاد اللي حواليهم، في بعض القبائل والمدن بشكل كامل قررت تستسلم لجنكيز خان، وده هيكون سبب رئيسي في توسع إمبراطورية جنكيز خان لحد ما هتبقى على الحدود المباشرة للدولة الخوارزمية. بس يا ترى مين هي الدولة الخوارزمية؟ الدولة الخوارزمية هي مملكة تأسست على بقايا الدولة السلجوقية، واللي أسسها كان بيحكمها السلطان علاء الدين تكش، واللي فضل يحكمها لمدة ربع قرن تقريبا، وبعد كده بيجي من بعده ابنه واللي
اللي اسمه برضه علاء الدين بن محمد ابن خوارزم شاه، وكان برضه زي أبوه عنده طموح كبير في التوسع وإثبات النفوذ وإثبات القوة، فدخل في حروب مع أغلب المدن حواليه واحدة ورا التانية، ووسع نفوذه في خراسان، وبعدين سيطر على بلاد ما وراء النهر ومد سلطته على مناطق ومدن كتير لحد ما وصل نفوذه لغرب نهر السند، وسيطر كمان على ممتلكات دولة الغور في أفغانستان. يعني تقدر تقول إن الدولة الخوارزمية في عهده كانت بتحكم مساحات كبيرة جدا من دول حالية زي إيران وأفغانستان وأوزبكستان وتركمانستان وكمان طاجكستان. وأما من الغرب فكانت قريبة من حدود الأناضول، ومن الشرق فكانت واصلة لحدود الهند. فاحنا هنا ما بنتكلمش عن مملكة صغيرة، احنا بنتكلم عن إمبراطورية كبيرة جدا وغنية جدا، والمدن بتاعتها كانت موجودة على واحد من أهم طرق التجارة في العالم وهو طريق الحرير. وغير كل اللي فات كمان كان عندها جيش كبير، ولكن الدولة الخوارزمية بالنسبة لأعمار الدول تعتبر دولة حديثة جدا، فهي اتبنت واتوسعت بسرعة كبيرة، وده خلى جواها نوع من أنواع الهشاشة، ده غير التوتر الداخلي وصراع النفوذ، بالأخص ما بين السلطان علاء الدين خوارزم شاه وأمه تركان خاتون. عشان كده جنكيز خان لما بقى على حدود الدولة الخوارزمية فكر في تفكيرين: هل يحاربهم ولا يتاجر معاهم؟ جنكيز خان كان محتاج في اللحظة دي انه يتاجر معاهم اكتر ما كان عايز يحاربهم، مع ان يعني سفاح زيه مش هيستبعد خيار الحرب، بس التجارة في اللحظة دي كانت مصلحته فيها اكتر، وده لانه اخد غنائم كتير من الصين وكان عايز يستفيد من طريق الحرير والحركة التجارية في الدولة الخوارزمية، وضيف عليهم كمان يتبادل ويبيع الغنائم دي. عشان كده جنكيز خان قرر يبدأ بالطريق الاسهل ويختار يتاجر مع الخوارزميين، وبعت رسالة للسلطان علاء الدين محمد ابن خوارزم شاه، وبتقول بعض المصادر انه كان بيقول له وفيما معناه: انا حاكم الشرق وانت حاكم الغرب، فلنحكم الصلح ولنفتح التجارة فيما بيننا. والمعنى العام للرسالة انه كان عايز يكون فيه تجارة ما بين المغول والدولة الخوارزمية. بس في برضه على الجانب الاخر بعض الروايات التانية اللي بتقول ان جنكيز خان قال للملك علاء الدين في الرسالة: انت زي ابني، او فيما معناه حاجة مشابهة لده، وده خلى السلطان علاء الدين يتضايق من الرسالة، لان معروف عنه انه كان راجل متكبر ومغرور شويتين، بجانب برضه ان ذكر جنكيز خان انه زي ابنه، فحس ان فيها حاجه بتقلل من شأنه، ودي حاجه تسببت انه اتضايق جدا. بس بالرغم من كل ده بعت رساله لجنكيز خان بيقول له فيها انه وافق على الاتفاق وعلى التجاره فيما بينهم. بس في الواقع ان السلطان علاء الدين ما كانش الشخص اللي لما تبحث في سيرته تتعاطف معاه اطلاقا، لانه بجانب انه كان شخص مغرور الا انه كمان كان توسعي وممكن يقتل اي حد يقف في طريقه، لدرجه انه في مره من المرات طلع بجيش كبير عشان يحالف الخليفه العباسي لانه كان شايف نفسه احق بالخلافه منه. بس وهو في الطريق قامت عاصفة ثلجية قتلت بعض جنوده فرجع من تاني، فهو في المجمل مش الشخصية اللي تخليك تتعاطف معاها ولا مع أفعالها، وحتى كمان ما كانش السلطان المحبوب في البلاد اللي بيحكمها. المهم بعد ما وافق علاء الدين على اتفاقية التجارة مع جنكيز خان، وبالتحديد في شتاء سنة 1218 تقريبا، وصلت قافلة تجارية مغولية كبيرة إلى مدينة أترار الخوارزمية. القافلة دي كانت مرتبطة بجنكيز خان وتحت حمايته الشخصية، ويقال كمان إن القافلة كان فيها حوالي 450 تاجر وفي منهم مسلمين. القافلة كانت جاية ومعاها كمية كبيرة من السلع الغالية زي الذهب والفضة والحرير وحاجات تانية. إينالجوك حاكم المدينة وقتها اتهم التجار دول إنهم جواسيس، وقرر إن هو يقتلهم وكمان يصادر بضاعتهم، وبتختلف الروايات إن هو اللي عمل كده من نفسه ولا رجع للسلطان علاء الدين قبل ما يقتلهم. وعشان نكون منصفين، بعض الروايات كمان وبعض المؤرخين بيقولوا إن تهمة التجسس كانت ممكن تكون موجودة جزئيا، لأن التجار في العصر ده كان معروف عنهم أحيانا وسيلة جمع المعلومات. بس حتى لو كانوا جواسيس، هل ده كان كافي إنك تقتل حوالي 450 تاجر حتى وإنت عارف إنهم تبع جنكيز خان؟ وضيف عليهم كمان إن أغلبهم كان مسلمين، ومش بس كده، ده أنت كمان صادرت بضاعتهم. فاللي حصل كان فيه خرق كبير لقواعد التجارة والحماية والاتفاقات اللي حصلت ما بين الدولة الخوارزمية وما بين جنكيز خان، ويعتبر قرار غبي جدا سياسيا وتجاريا وغير مسؤول. بس الأغرب من كده هو رد فعل جنكيز خان نفسه، لأنه لما عرف اللي حصل غضب جدا، ولكنه أرسل 3 رسل للسلطان علاء الدين وبيطلب منه يرد له المسروقات ويبعت له الشخص اللي قتل التجار، وهو هيعدي الموضوع وكأن مفيش أي حاجة حصلت. المهم يفضل طريق التجارة مفتوح ما بينهم. فالسلطان بدل ما يحاول يحل الموضوع دبلوماسيا، هو قرر إنه يعمل أغرب حاجة ممكن تتعمل في الوقت ده، وهو إنه أمر بإعدام أحد الرسل لجنكيز خان، واللي كان مسلم بالمناسبة، وكمان حلق للاتنين التانيين ذقونهم وشعرهم وحواجبهم وبعتهم لجنكيز خان. يعني بدل ما تلم الموضوع
بتزود المشكلة الأساسية بمشكلة أكبر منها. طبعا بعد الإهانة دي جنكيز خان قرر إعلان الحرب على الدولة الخوارزمية، وفعلا بدأ يجمع جيشه وساب أحد قادة جيوشه يكمل حرب ضد اللي باقي من مملكة الجين. وفي سنة 1218 بدأ جنكيز خان حملته على الدولة الخوارزمية. والفكرة هنا إن السلطان خوارزم شاه كان عنده مشاكل داخلية كتير في مملكته، لأن إمبراطوريته كانت واسعة جدا وحديثة التكوين، وضيف على ذلك إن إدارتها لسه في مرحلة التطوير ومرحلة السيطرة، فما كانش الوقت مناسب إطلاقا للدخول في أي حروب، بالأخص مع المغول. وبالأخص كمان إن المغول ما كانوش بيسعوا للحرب من الأساس، ولحد دلوقتي على الأقل. وفوق كل ده مدن كتير من اللي كان مكلف قواته الدافع عنها في الدولة الخوارزمية هي نفس المدن اللي تعرضت لدمار على ايد قواته قبل كده من وقت قريب، زي مثلا أعمال السلب والنهب وإعدام حوالي 10,000 واحد من مدينة سمرقند. وكمان الشاه ما كانش واصل في أغلب القادة بتوعه، والاستثناء الوحيد كان ابنه الأكبر ووريثه جلال الدين اللي كان مشهور بحنكته العسكرية، وهنشوف ده بعد كده. فكان على ايه كل ده؟ وبما انك مكمل معانا لحد هنا فده معناه ان المحتوى عجبك. اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، لان ده اكبر دعم بتقدمه واكتر حاجه بتساعدنا نطور المحتوى. المهم دلوقتي ان الحرب خلاص على الابواب، وعلاء الدين في الموقف ده كان عنده طريق من الاتنين، يا اما يجمع كل الجيش بتاعه ويقابل جنكيز خان ويحاربه، يا اما يقسم جيشه لاجزاء ويبعت كل جزء يحمي مدينه من مدن الدوله الخوارزميه. وخصوصا كمان انه عارف طريقه جنكيز خان في الحروب، وهي تقسيم جيشه باجزاء وفرق عسكريه، فقرر يقسم جيشه هو كمان لاجزاء، كل قوة منهم متوزعة كحاميات جوه أهم مدن الدولة الخوارزمية، مدن زي أطرار وسمرقند ومرو ونيسابور وكمان مدينة بخارى. وطبعا كل ده كان خطأ استراتيجي كبير جدا، لأنه بدل ما كان عنده جيش واحد كبير موحد بيحارب بيه، فتت الجيش وقسمه فبقى أسهل هزيمته. وأما على الجانب الآخر بالنسبة لجيش جنكيز خان فكان تحت قيادة أمهر جنرالاته، وكمان كان واخد معاه مجموعة من خبراء الحصار، ومن ضمنهم خبراء صينيين عندهم معرفة باستخدام البارود وحصار المدن. وضيف على ذلك انه استعمل الطريقة المعتادة بتاعته وقسم الجيش بتاعه لأكتر من فرقة عسكرية. وكانت الفرقة الأولى تحت قيادة 2 من أبنائه، وهم جغتاي وأقتاي، وأرسلهم لمدينة أطرار، وكان عندهم أوامر من جنكيز خان إنهم يقبضوا على إنالجوك حي. وأما بالنسبة للجيش الثاني فكان تحت قيادة ابن جنكيز خان الأكبر وهو اسمه جوجي، وكانت مهمته إنه يغزو مدينة جندي وكل المدن اللي حواليها وياخدهم. وأما بالنسبة للجيش الثالث فبعته بقيادة بعض كبار القادة عنده لغزو بعض المدن القريبة من مدينة سمرقند. وأما بالنسبة للجيش الرابع فكان بقيادة جنكيز خان شخصيا، ومعاه ابنه الأصغر طولوي، وكان متجه لمدن ما وراء النهر. الجيش الأول لجنكيز خان لما وصل لمدينة أطرار ابتدى يحاصرها ويضربها، ولكن المدينة صمدت وما استسلمتش، لدرجة إن الحصار استمر 5 شهور كاملين، وفضلت الحامية اللي سابها خوارزم شاه تدافع عن المدينة طول الوقت ده لحد ما حصلت خيانة من جوه أسوار المدينة نفسها. ويقال إنها كانت من شخص من داخل الدولة الخوارزمية نفسها، ما كانش حاسس ولا بالولاء ولا للشاه ولا لإنالجوك، أو كان خايف وعايز المدينة تستسلم. المهم بعد كل ده المغول بيقدروا يدخلوا مدينة أطرار بسبب الشخص اللي ساعد المغول في فتح البوابات وقتلت أغلب الحامية اللي موجودة على المدينة. وبعدها فضلت تقتل الستات والأطفال والشيوخ، وما سابوش غير الصناع والحرفيين، وخدوهم وتم إرسالهم كعبيد لجنكيز خان. نظام المدن في الدولة الخوارزمية وقتها كان إن كل مدينة حواليها أسوار تحميها، وجوه المدينة في قلعة تانية بأسوار تانية تحميها برضه. القلعة دي مش مبنى واحد زي ما احنا فاكرين، لا دي عبارة عن قلعة جواها مباني ومكان كبير تقدر تحتمي وتعيش جواه الجنود لفترات طويلة. المهم القلعة فضلت صامدة شهر كمان وما اتخدتش غير بعد خسائر مغولية كبيرة. إنالجوك قاوم لحد آخر لحظة، لدرجة إنه في أواخر الحصار طلع فوق القلعة ورمى بلاط وأحجار على المغول اللي داخلين، ويقال كمان إنه قتل عدد كبير منهم. بس في الآخر استولى جيش جنكيز خان على المدينة، وتم القبض على إنالجوك وتم إرساله لجنكيز خان. وبتقول بعض المصادر إن تم إعدامه بواحدة من أكتر الطرق غرابة ووحشية في التاريخ، وهو إن تم تسخين الفضة لدرجة الذوبان، وبعدين تم صبها في ودنه وعينيه لحد ما مات. وبمناسبة ذكرنا للموضوع ده فممكن تشوف حلقة العصور الوسطى اللي هتعرفك ازاي الناس كانت بتتفنن بأبشع طرق التعذيب في الفترة التاريخية دي. المهم بقى ان في نفس الوقت ده باقي جيوش جنكيز خان كانت بتغزو باقي المدن بالتوازي، وكل ده والسلطان علاء الدين مختفي ومحدش عارف هو راح فين بالظبط. وبالنسبة لجيش جنكيز خان فكان في طريقه لمدينة بخارى، وكان بينهب ويسرق أي مدينة وأي قبيلة تقابله. ولما
لما وصل لمدينة بخارى قابلته حامية المدينة واللي كان معظمهم من الجنود الأتراك، فاستدرجهم جنكيز خان لخارج الأسوار وتم تصفيتهم في قتال مفتوح، وقدر يغلبهم ويقضي عليهم بالكامل. ولما الوضع اتأزم بالشكل ده وأغلب الحامية ماتت، اتفق أهل مدينة بخارى إنهم يتفاوضوا مع جنكيز خان على الاستسلام مقابل الأمان ودفعهم للجزية. ولكن المغول وجنكيز خان ما كانش ليهم أي عهد ولا بيحتفظوا بالاتفاقات، فغدر بيهم في أول فرصة. ولكن في الأول اداهم الأمان، بس طلب من أهل مدينة بخارى يخرجوا بره المدينة وساب جنوده ينهبوا كل المدينة. وبعدها أمر بقتل أعداد كبيرة من أهل بخارى، وأما الباقي فخدهم أسرى يحطهم على مقدمة جيشه وهو رايح يغزو مدينة سمرقند، وعامل الأسرى كدروع بشرية. ولو تلاحظ ده نفس اللي كان بيعمله بالظبط في حروبه مع الصين. ولما وصل جيش جنكيز خان لمدينة سمرقند عمل تقريبا كل اللي عمله في مدينة بخارى، وقتل كل الجنود اللي كانوا موجودين وبنفس التكتيك اللي استخدمه قبل كده مع حامية مدينة بخارى. وبعد كده قتل ناس كتير من أهل مدينة سمرقند بما فيهم الستات والأطفال، وبكده يعتبر جنكيز خان احتل أغلب مدن ما وراء النهر. وبعد سقوط مدينة سمرقند ظهر علاء الدين في مدينة خوارزم وفضل محتمي فيها وما راحش يقابل جيوش المغول، مع العلم ان دي حاجة تعتبر غريبة جدا، ان نفس الشخص اللي قتل رسل وتجار من المغول واللي بدأ شرارة الحرب الأولى يختفي عن المشهد وبالطريقة المهينة دي. المهم في الموضوع ان جنكيز خان استقر شوية في مدينة سمرقند وبدأ يدير جيوشه من هناك. ولما عرف بظهور علاء الدين في مدينة خوارزم بعت فرقة عسكرية مهمتها الرئيسية انها تقبض على السلطان علاء الدين وتجيبه لحد جنكيز خان. علاء الدين لما وصلوا خبر الفرقة العسكرية اللي أرسلها جنكيز خان هرب منهم وفضل يهرب من مدينة للتانية هو وأولاده، والفرقة العسكرية وراه ومصممة توصل له وتقبض عليه بأي تمن ممكن، لحد ما وصل لساحل بحر قزوين فأخد مركب لحد ما وصل لجزيرة هناك. والفرقة العسكرية وقتها أدركت إنهم مش هيعرفوا يقبضوا عليه، فرجعت تاني تدور على أي حد من أهله ياخدوه مكانه، لحد ما وصلوا لمكان فيه أمه وزوجاته وأولاده الصغيرين فقبضوا عليهم، وتم قتل الأولاد الصغيرين، والبنات والزوجات تم سبيهم وتوزيعهم على قادة المغول كجواري. وأما بالنسبة لأمه فاتأثرت وفضلت محبوسة لحد ما ماتت. ويقال كمان إن الخبر لما وصل لعلاء الدين الهربان في الجزيرة في بحر قزوين مات من المرض والحصر عليهم، وبكده تم القضاء على السلطان علاء الدين ابن خوارزم شاه وانهارت الدولة الخوارزمية. مع العلم هنا ان الانهيار اللي حصل وهزيمة الدولة الخوارزمية ما حصلش بسبب قوة المغول على قد ما كان بسبب سوء تصرفات علاء الدين، سواء التصرفات اللي عملها قبل الحرب بقتل التجار وبعد كده رسل جنكيز خان، او تقسيم جيشه وهروبه وعدم مواجهة المغول. وكانت النتيجة مع الأسف مجازر راح ضحيتها آلاف المسلمين. ولكن وسط الرماد كان في اسم واحد لسه بيتردد، والاسم ده كان جلال الدين منكبرتي ابن السلطان علاء الدين، اللي قرر يرفض الاستسلام ويخوض معركة يائسة ضد جيوش جنكيز خان. والسؤال هنا، هل هيقدر الشاب ده يوقف الطوفان اللي عجزت عنه الإمبراطورية بالكامل؟ وهل هيجرب المغول طعم الهزيمة ولأول مرة على إيد جلال الدين منكبرتي؟ لحظة موت علاء الدين خوارزم شاه ما كانتش مجرد موت سلطان، ولكن كانت لحظة مفصلية مهمة، لأن قبل موته أوصى بالحكم لابنه جلال الدين، وده في حد ذاته عمل مشكلة وغيرة مع إخواته اللي ما كانوش من نفس الأم. مع العلم إن المملكة الخوارزمية ما كانتش أصلا دولة مستقرة ولا من النوع اللي ممكن يورث بسهولة وهدوء، دي إمبراطورية توسعت وكانت بتكبر بسرعة واتجمعت من شعوب وقبائل ومراكز قوة كتير. وطبعا دي ما كانتش أفضل بداية لحكم جلال الدين خوارزم شاه لمملكة منهوبة من المغول من جهة وجواها هذا الكم من المؤامرات من جهة أخرى. فجلال الدين ورث إمبراطورية كبيرة، ولكن ورثها وهي بتغرق، ورث عرش أبوه، ولكن العرش ده كان عليه نزاع من قبل حتى ما يوصل ليه. فبعد موت الأب علاء الدين راح جلال الدين هو واخواته اتجاه عاصمة خوارزم، ولما وصلوا هناك شك جلال الدين ان في خيانة بتدبر ضده، سواء من اخواته من ناحية او من قادة الاتراك من ناحية تانية. والسبب هو ان علاء الدين في اخر لحظة غير ولاية العهد من قطب الدين أوزلغشاه اللي كان معين من قبل كده بضغوط من علاء الدين تركان خاتون، ووصى بعد كده بالخلافة لجلال الدين. جلال الدين لما حس بالغدر ساب العاصمة واتجه للجنوب ومعاه بعض الجنود اللي عددهم ما كانش كبير بالمناسبة، بس برغم كده بيقدر يهرب من حراس المغول في شمال خراسان، وكمان بيقدر يهزم قوة من فرسان المغول قرب مدينة نسا. ودي كانت تعتبر بداية مواجهة
مواجهاته المباشرة للمغول. جلال الدين بعد سقوط المدن الكبرى في المملكة الخوارزمية وبعد ما الجيش الخوارزمي اتفتت، كان الطبيعي إن أي حد مكانه يختفي زي ما عمل أبوه ويهرب، ولكن جلال الدين عمل العكس تماما. حاول يجمع الباقي من الجنود ويعمل بيهم جيش ولو كان صغير نسبيا، لأنه كان شايف إن المغول مش بيكسبوا بالسيف على قد ما بيكسبوا بالحرب النفسية وبالرعب والإرهاب اللي بيسببوه في كل مدينة يدخلوها. المهم إنه كمان كان شايف لو هيبة المغول اتكسرت ولو لمرة واحدة بس، الناس هتصدق إنهم ممكن يتهزموا عادي، وبعد كده مش هيخافوا من واجهتهم إطلاقا. عشان كده لما كان في مدينة غزنة، جمع جيش من الخوارزميين والأتراك والغوريين وطلع بيه يواجه المغول اللي كانوا بيطردوه، وفعلا واجه المغول وألحق بيهم هزيمة كبيرة جدا عند قرية بروان وقتل عدد كبير منهم. المعركة دي ما كانتش مجرد انتصار عسكري على قد ما كانت كسر لهيبة المغول، لأن فكرة إن المغول ممكن يتهزموا في قتال مفتوح كان إنجاز كبير سمع في المنطقة بالكامل، لدرجة إن بعض المدن الخوارزمية اللي كان احتلها المغول قبل كده تمردت عليهم وبقى فيها بعض حركات المقاومة ضدهم. بس للأسف الانتصار اتحول بسرعة لمشكلة كبيرة لجلال الدين، لأن حصل خلاف ما بين قادة جيش جلال الدين على الغنائم وعلى النفوذ، وتفكك جزء كبير من الجيش. للآن الجيش اللي كان موجود مع جلال الدين عبارة عن فرق، كل فرقة منهم ليها أمير اتجمعوا تحت قيادة جلال الدين، ولكن يقال إن حصل خلاف ما بين اتنين من الأمراء في الجيش ده، والخلاف خلى أحد الأمراء اللي كان تحت قيادته حوالي نص الجيش ينسحب ويمشي برغم محاولات جلال الدين لإقناعه إنه يفضل موجود، فتحول الفرح بالانتصار لمجرد حزن. وأما جلال الدين كان عارف يكسب المغول في معركة واحدة، بس قصاد المكسب الكبير ده حصل فتنة ما بين جنوده، وبسبب الفتنة دي بيخسر وحدة الجيش بتاعه ونص الجيش كمان. بس المهم ده ما يقللش من هزيمة المغول في معركة بروان، وبالنسبة لجنكيز خان دي كانت إهانة كبيرة، وده خلاه يقرر يروح يواجه جلال الدين بنفسه. وفعلا جنكيز خان بيجمع جيش مكون من 50,000 مقاتل وراح عشان يحارب جلال الدين، ولكن جلال الدين للأسف كان جيشه قليل زي ما قلنا، وفيه جزء كبير سابه ومشي، فحس إنها مش هتكون معركة متكافئة، فكان شايف إنه يبعد بالجيش عن المواجهة في الوقت الحالي لحد ما يجمع جنود أكتر، وفضل الانسحاب بالباقي من جيشه لحد ما وصل عند نهر السند. ولكن المغول هجموا عليه وفضل يقاتلهم، ولكن أعدادهم كانت كبيرة جدا مقارنة بالجيش بتاعه، والمشهد بقى عبارة عن إن المغول قدامه ونهر السند في ظهره، فقرر يعدي النهر هو والباقي من جنوده باتجاه الهند، وبيقدر يهرب، وما قدرتش قوات جنكيز خان إن هي تمسكه، ولكن بعض المصادر بتقول إن ابنه الصغير تم أسره ومات بعد كده على إيد جنكيز خان، بجانب موت زوجته وأمه غرقا في نهر السند وهم بيحاولوا يهربوا. وبما إنك مكمل معانا لحد هنا، فده معناه إن المحتوى عجبك. اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، لأن ده أكبر دعم بتقدمه وأكتر حاجة بتساعدنا نطور المحتوى أكتر. المهم لازم نوضح هنا إن جلال الدين في الموقف ده ما هربش هروب الجبناء زي أبوه ما عمل قبل كده، ولكنه واجه لحد ما لقى إن هروبه للناحية التانية من النهر هي الحاجة الوحيدة اللي هتخلي مقاومته للمغول ممكنة فيما بعد، ولكنه كان محتاج يرجع خطوة وينظم صفوفه ويبني قوة أكبر لمواجهة جنكيز خان. وكمان بتقول بعض المصادر إن جلال الدين وصل للهند ومعاه 4000 جندي، وقعد 3 سنين في الهند داخل فيهم في اتفاقيات وحروب مع حكام محليين، ومنهم حاكم السند ناصر الدين قباجة. وبعد كده بيرجع تاني ناحية غرب فارس واللي كانت تعتبر مدن خوارزمية، وكان أخوه غياث الدين مؤسس لنفسه حكم في مدينة همدان، فدخل في مناوشات وتنازع على السلطة مع أخوه في البداية، ولكن بعد كده أصبح غياث الدين موالي وتابع ليه. وفي الوقت ده بالنسبة لجنكيز خان الدولة الخوارزمية ككيان مركزي تعتبر انتهت، وبرغم هروب جلال الدين وإنه لسه بيقاوم، إلا إن جنكيز خان حاول يرجع منغوليا لأنه كان عايز يعاقب مملكة شيا الغربية الصينية. المملكة دي في مرحلة سابقة كانت عاملة اتفاق مع جنكيز خان إنه يوقف الغزو تجاههم مقابل الجزية، وكمان مقابل إنه لما يطلب منهم جنود للحرب يبعتوا له. بس اللي حصل إنه لما طلب جنود لحروبه مع الدولة الخوارزمية، قائد الجيش بتاعهم سخر من طلبه، وكان شايف إنه طالما عايز تحارب وتتوسع يبقى بجيشك مش بجنودنا إحنا. الرد ده استفز جنكيز خان جدا، فقرر يحضر لحملة كبيرة عشان يغزوهم، وفعلا بيتوجه بجيشه ناحيتهم، واستمرت الحرب لفترة. وفي أثناء الحرب على شيا الغربية حصلت حاجة محدش كان متوقعها إطلاقا، وهي موت جنكيز خان في أغسطس سنة 1227. مات واحد من أكبر سفاحين الأرض اللي قتل وشرد ملايين البشر من أجل اللاشيء غير السرقة والقتل والنهب، لا عمل حضارة كبيرة ولا ساب إرث غير ماكينة قتل هتستمر في سفك الدماء لسنين وحتى من بعد موته.
موته. المهم ان في بعض المصادر بتقول انه مات بسبب الطاعون، وفي بعض المصادر التانية بتقول انه وقع من على حصانه ومات، واراء تالتة كمان بتقول انه اصيب بسهم ومات. بس بغض النظر عن السبب الرئيسي لموت جنكيز خان، الثابت تاريخيا هنا انه مات خلال الحملة دي، ومكان دفن جنكيز خان يعتبر سر لحد اللحظة دي، لان تم دفنه في مكان سري محدش يعرف مكانه. وكمان بتقول بعض الاساطير ان اي حد كان عارف مكان موته تم قتله عشان محدش يقول على مكان موته اطلاقا. وكتير من الروايات بتذكر ان خبر موته تم التكتم عليه لفترة عشان الجيش ما يتهزش وقت الحملة على شيا الغربية. جنكيز خان قبل ما يموت كان موصي ان ابنه أقطاي يكون هو الخليفة، بس بعد الوفاة حصلت فترة انتقالية اتولى خلالها تولوي أصغر أبناء جنكيز خان الوصاية لحد ما ينعقد مجلس اختيار رسمي. والمجلس ده كان من شروطه انه يجتمع القادة الكبار كلهم في منغوليا، واي حد في حملة حربية خارجها يستنوا لحد ما يرجع عشان يختاروا الخان الجديد. وده عمليا كان بيعمل تأجيل او توقف لحروب المغولية لفترة. وفي سنة 1229 بينعقد القرولتاي وتم اعلان أقطاي القائد الجديد للمغول. واما بالنسبة لجلال الدين لما رجع من الهند وهو بيحاول يبني نفوذ في اقليم فارس، كان عنده مشكلة، وهو ان المنطقة المحيطة بيه كانت قلقانة منه ومش ضامنة هيعمل ايه معاهم. والقلق ده كان حاصل بسبب سلوك جنوده العسكري والعدواني في نفس الوقت، واللي خلاه مصدر تهديد لجيرانه. فكان حواليه سلاجقة الروم من جهة والايوبيين وامراء محليين من جهة تانية، ده غير كمان جورجيا في الشمال. وبمناسبة الحديث عن السلاجقة ففي سلسلة بالكامل بتتجهز عنهم، هنتكلم فيها عن تاريخ السلاجقة من البداية لحد النهاية، فخليكم متابعين واشتركوا في القناة. المهم انه وللاسف جلال الدين وقع هنا في فخ كبير، وهو انه بدل ما يخلق تحالفات ثابته مع كل اللي حواليه قرر يدخل في صدامات معاهم. وبرغم من ان اغلب الدول دي كانت مسلمه وكانت تحالف معاهم ليه اكتر اولويه. وبرضه من المساوئ المذكوره في حق جلال الدين ان للاسف بعض جنوده عملوا في بعض المدن زي ما المغول ما عملوا ويمكن اسوأ من كده، وده خلى ناس كتير تكره جلال الدين في المدن دي. فبعد ما كان مقاوم للمغول اصبح محتل ما بيختلفش عنهم كتير. يعني مثلا اصطدم بجيش الخليفه العباسي الناصر، وفي أذربيجان طرد الأتابك أوزبك ابن جيهان بهلوان من مدينة تبريز سنة 1225، وبعدها في 1226 راح يحارب مملكة جورجيا المسيحية وهزم ملكها ونهب عاصمتها وارتكب مذبحة كبيرة في أهلها. وبعدها اتجه لغزو شرق الأناضول وحاصر مدينة أخلاط اللي على بحيرة وان، بس الحصار ما نجحش في الأول لأنها وقتها كانت تحت سيطرة الأيوبيين. وفي سنة 1227 أجبر الإسماعيليين الحشاشين في قلعة الموت يدفعوا الجزية. وفي نفس السنة ظهر المغول تاني في وسط فارس. المهم حصلت معركة خارج أصفهان ما بين جلال الدين وما بين المغول، وانتصر فيها المغول، ولكن خسائرهم كانت كبيرة لدرجة انهم انسحبوا من اقليم فارس ورجعوا لبلاد ما وراء النهر من تاني. جلال الدين بيرجع تاني لمدينة أخلاط وهو ناوي يعمل لنفسه إمارة في الأناضول، وفعلا بيستولي عليها في سنة 1230، ولكنه في المقابل بيلقى نفسه قدام تحالف قوي ما بين الحاكم الأيوبي لديار بكر الملك الأشرف وما بين سلطان سلاجقة الروم علاء الدين كيقوباد، واتهزم قدامهم في أذربيجان في سنة 1230. وبعدها اتعمل صلح ما بينهم عشان يواجهوا الخطر الأكبر وهو خطر المغول. المعركة دي تحديدا هي اللي كسرت مشروع دولة جلال الدين، وأصبح بعدها القائد الهارب. وفي نفس الوقت تقريبا وبعد ما استقر الحكم لأقطاي أرسل جيش مغولي جديد بقيادة واحد اسمه جورمغون ظهر في شمال فارس. الجيش كانت مهمته مختلفة عن كل المرات اللي قبل كده، ومش بس انه يطارد جلال الدين او بواقي امراء الدولة الخوارزمية، لا دول كانوا جايين للاستقرار في منطقة فارس ويبدأوا يقودوا العمليات من هناك ولتثبيت سيطرتهم في المنطقة. جلال الدين في الوقت ده كان مطارد واضطر يهرب من مدينة لمدينة وهو بيحاول يجمع جيش ويواجه به المغول، ولكنه ما قدرش. واخر فترة من حياته ما كانتش معركة واحدة كبيرة على قد ما كانت مطاردة طويلة، وفي الاخر بيتقتل بطريقة غامضة في قرية كردية في سنة 1231. المصادر بتقول انه ممكن يكون اتقتل بسبب صقر لأحد الاهالي منه ومن جيشه، وبعض المصادر التانية بتقول انه اتقتل بسبب السرقة. بس الحقيقة ان محدش عارف ايه اللي حصل بالظبط، ولكن المؤكد انه مات في الحادثة دي. الراجل اللي وقف قدام جنكيز خان واللي هزم المغول في اكتر من معركة بينتهي وحيد ومطارد تماما زي ابوه. وده بيوريك ان المسلمين لما بيتمسكوا بدينهم وبيحاربوا بيكسبوا، ولما بيبعدوا عن دينهم وعدم تطبيق شريعة ربنا حتى في الحروب والمواقف الصعبة ساعتها ربنا بيسيبهم لأسباب الدنيا. فلو هم اقوى هم اللي هيكسبوا، ولو عدوهم اقوى
هيغلبوهم. وبالنسبة لجلال الدين للأسف كان حاسبها حسبة دنيوية بشكل بحت، قتل أبرياء كتير وسلب أموال ناس كتير بالباطل وما فرقش حاجة عن المغول في بعض المواقف، فكانت النهاية حتمية وهي للأسف إنه بيموت وحيد ومهزوم. كتير كانوا شايفين إن جلال الدين كان ممكن يبقى الشخص الوحيد اللي في الدولة الخوارزمية وما حولها اللي عنده خبرة عسكرية كافية لمقاومة المغول وهزيمتهم، بس ده كان هيحصل بشرط واحد بس، إنه يعمل تحالفات مع حكام فارس والعراق والأناضول. إنما الانقسامات والغيرة والصراعات ما بين الحكام خلت ده شبه مستحيل، لأنه كان السد والمانع للمغول من وصولها للدول العربية والإسلامية. ولكن بموت جلال الدين انتهت سلالة الخوارزميين وبقت الجبهة مفتوحة للمغول للوصول لبغداد والشام بعد كده. وعلى الناحية التانية استمر حكم المغول في المنطقة تحت مظلة وريث جنكيز خان وكان أوكتاي، واستمرت الحملات اتجاه الشرق والغرب، وبدأ ينظم الإمبراطورية اللي ورثها من أبوه، وقام بغزو روسيا وأجزاء كبيرة من أوروبا الشرقية. ووصل المغول بعد كده لبلاد زي بولندا والمجر، وكملوا غزو المملكة الجين الصينية، واستمرت الضربات والحملات على مملكة الجين لحد ما انهارت المملكة أخيرا في سنة 1234. واستمر الوضع على ما هو عليه لحد موت أوكتاي في سنة 1241، ووقتها بدأت الأحوال في الإمبراطورية المغولية تتغير نسبيا، لأن في ناس كتير كانت شايفة أنها أحق بالحكم من أولاد أوكتاي، وبالأخص أولاد عمهم تولوي. ولكن مرات أوكتاي أصبحت الوصية على الإمبراطورية لحد سنة 1246 لحد ما بيتم اختيار جيوك ابن أوكتاي القائد للمغول. بس اختيار جيوك ابن أوكتاي زاد من المؤامرات على الحكم والانقسامات ما بين المغول لحد ما بيموت فجأة في سنة 1248 بعد سنتين فقط من توليه الحكم. وبعد فترة من الوصاية تم اختيار مونكو ابن تولوي كقائد للمغول، وانتقل الحكم من بيت أوكتاي لبيت تولوي أولاد جنكيز خان. المهم إنه وقتها مونكو كلف أخوه قبلاي بمنطقة الشرق اللي فيها الصين، وكلف أخوه هولاكو بمنطقة الغرب اللي موجود فيها إقليم فارس لتثبيت سيطرة المغول فيها. وبيقدر هولاكو يأسس حكم دائم هناك، وتسمى بعد كده بالدولة الإلخانية، واسمها جاي من لقب الخان اللي معناها الخان التابع للخاقان الأكبر للمغول. وفي بدايتها كانت تعتبر جزء إداري تابع للإمبراطورية المغولية، وبعد كده تطورت كخانات شبه مستقلة. وفي سنة 1246 بيقدر يسقط أهم قلاع الإسماعيلية الحشاشين ويهزمهم ويقتل مجموعة كبيرة منهم، واستمر توسع هولاكو لحد ما هيوصل لحدود العراق. مدينة كانت تعتبر جوهرة العالم، عاصمة العلم والمال والجمال، مدينة حكمت نص الأرض تقريبا لمدة 500 سنة. فجأة كل ده بيتحول لركام ودخان وأنهار من الدم. بعد موت جنكيز خان الإمبراطورية المغولية ما اكتفتش باللي وصلت له، بالعكس دي بقت عاملة زي ماكينة القتل اللي ما بتقفش. أي مدينة بتقاومهم كانوا بيحرقوها، وأي حاكم بيقرر يقف قصادهم أو يقاومهم كانوا بيقتلوه، وأي حضارة بيعدوا عليها كانوا بيمسحوها من الوجود، زي ما عملوا مع الدولة الخوارزمية والممالك الصينية. بعد موت جنكيز خان في سنة 1227 ميلاديا أولاده توارثوا إمبراطوريته، وفي سنة 1231 تقريبا اتقتل جلال الدين خوارزم شاه بعد محاربته للمغول ومقاومته ليهم. واستولى المغول على اللي باقي من مملكة أبوه، وارتكبوا مذابح بشعة كتير في كل مدينة كانت بتقف قصادهم أو حتى بتبادر بالمقاومة، لحد ما أصبح الطريق ناحية جنوب غرب آسيا مفتوح قدامهم. وبعدها مونكو خان كلف أخوه هولاكو بمنطقة إقليم فارس وكل المناطق اللي موجودة حواليها عشان يحكموا سيطرتهم عليها ويثبتوا أقدامهم أكتر وأكتر. هولاكو وصل وكان جاي ومعاه جيش عدده يتراوح ما بين 130 ل 150 ألف مقاتل، ومعاه أكتر من 1000 جندي تقريبا متخصصين بس في حصار المدن وفي صناعة آلات الحصار، زي ما كان بيعمل جده جنكيز خان في أي حروب بيدخلها قبل كده. وأول محطة واجهت هولاكو في طريقه كانت طائفة الحشاشين، والحشاشين كانوا طائفة إسماعيلية نزارية باطنية انفصلت عن الفاطميين في القرن ال11 الميلادي، واشتهرت الطائفة دي بأنها أسست دولة من قلاع حصينة أشهرها قلعة الموت. وكانت الطائفة دي بتعتمد على الاغتيالات المنظمة كتكتيك عسكري بقيادة حسن الصباح ضد خصومها زي السلاجقة والعباسيين والصليبيين. هم ما كانش عندهم جيش تقليدي بالشكل المعروف، على قد ما كانوا بيعتمدوا على الفدائيين لاغتيال الشخصيات المهمة والمعادية ليهم، وكان أبرز الشخصيات اللي حاولوا يغتالوها صلاح الدين الأيوبي. المهم إن هولاكو حاول يحاصرهم بآلات الحصار، والقلاع دي بدأت تقع واحدة ورا التانية، وسقطت أهم
قلاع الحشاشين في سنة 1256. وفي الوقت اللي كان فيه هولاكو بيقضي على قلاع الحشاشين، بغداد كانت عايشة في كوكب تاني خالص، ولا كأن المنطقة حواليها مليانة حروب ودمار. الخليفة العباسي وقتها كان المعتصم بالله، وهو آخر خلفاء بني العباس في بغداد، وكان يقال إن المعتصم كان راجل متدين وطيب، ولكنه للأسف ولا كان راجل دولة ولا راجل حرب. وضيف على ذلك إنه محاط بمستشارين متضاربين، ولا كان فاهم في التدين الحقيقي والأخذ بالأسباب، ولا فاهم في شيء، فلا عمل جيش قوي ولا اهتم بدفاعات بغداد. ولك أن تتخيل إن المغول فضلوا حوالي 38 سنة تقريبا من لحظة دخولهم العالم الإسلامي لما دخلوا الدولة الخوارزمية وقتلوا أهلها لحد وصولهم بغداد. وطول الوقت ده مفيش خليفة عباسي واحد من سقوط الدولة الخوارزمية جهز ليوم زي ده، مع إنه كان واضح وبديهي جدا لأي حد إن المغول على الأبواب وكان من الواجب الاستعداد ليهم. ولكن اللي حصل كان عكس كده تماما. وهنا بيظهر لنا اسم واحد من أكتر الشخصيات الجدلية في التاريخ الإسلامي، وهو مؤيد الدين ابن العلقمي وزير الخليفة العباسي، اللي روايات كتير كانت بتقول إن هو خاين وإنه أرسل لهولاكو في السر وشجعه على غزو بغداد. وضيف على ذلك إن بعض الروايات التانية بتقول إن ابن العلقمي عمل حاجة كانت تعتبر هي المسمار الأول في نعش بغداد، وهي إنه أقنع الخليفة إن الدولة بتمر بأزمة مالية وإن الجيش العباسي الكبير بيستهلك ميزانية ضخمة، والحل هنا إننا نسرح جزء كبير من الجيش بتاعنا. وفعلا تم تقليص عدد الجنود في الجيش، بس برضه بشوية منطق. لو العلقمي كان خاين ليه الخليفة وافق على تقليل عدد الجيش؟ المهم إن اللي حصل ده صادف في نفس الوقت اللي هولاكو كان بيرسل فيه خطابات تهديد للخليفة العباسي المستعصم. هولاكو في الخطابات بتاعته طلب من الخليفة 3 طلبات أغرب من بعض، وهو إنه يهدم حصون بغداد وأسوارها الخارجية، ويملأ الخنادق اللي حوالين المدينة، ويسلم المدينة بنفسه، ويجي يقدم الولاء للخان. وسبب طلبات هولاكو دي هي انه اثناء حربه مع الحشاشين كان طلب من الخليفه انه يمده بجيش عشان يشترك مع الجيوش المغوليه في القضاء على الاسماعيليه. وواضح ان الخليفه رفض طلبه بعد مشاوره معاونيه رغم معارضه الوزير ابن العلقمي. فهولاكو شال من الموضوع في نفسه، ولما خلص على الطائفه الاسماعيليه بعت للخليفه رساله فيها تهديد، وطلب منه انه يهدم الحصون ويهدم الخنادق ويسلم البلاد لابنه، وكمان يحضر ويقابله او يبعت الوزير مجاهد الدين ايبك الدويدار وسليمان شاه. ولما يعمل كل الطلبات اللي فاتت دي، الشرط الوحيد انه هيعفو عنه. المهم ان الخليفه رد برد كان فيه استعلاء، بمعنى آخر هزأ هولاكو، وكأنه مش عارف حجم الخطر اللي موجود على الأبواب، ولا عارف إن جيشه عدده قليل بالنسبة لجيش المغول وبالنسبة لخبرتهم. أنا أفهم إن الرد القوي لما يكون مبني على واقع وتخطيط مش طموحات وأحلام، لأن الخليفة كان فاكر إنه هيجمع جيش من البلاد المسلمة اللي حواليه، وده طبعا ما حصلش بعد كده، ولا كان عمره هيحصل بالمعطيات اللي كانت حاصلة في الوقت ده من تواطؤ وتعاون أغلب الأمراء في المنطقة العربية مع هولاكو. بس عامة رد الخليفة ما كانش هيفرق كتير مهما كانت صيغته، لأن المغول كده كده عينيهم على بغداد ومن زمان. وحتى بالنسبة للوزير ابن العلقمي اللي بتشير بعض المراجع إنه بعد ما كان في فتنة طائفية ما بين السنة والشيعة حس فيها إن الشيعة ظلموا، فابتدى يراسل هولاكو ويطمعه في ملك بغداد. بس الواقع ان المراسلات اللي حصلت ما بين ابن العلقمي وهولاكو وكمان المباحثات اللي حصلت ما بينهم كان ليها اثر كبير في انها تدفع هولاكو او تمنعه عن مهاجمه بغداد، لان الاستيلاء على العراق كان اصلا ضمن سياسه مغوليه عامه. بس بعض المؤرخين بيقولوا ان يمكن هو سرع الاحداث شويه، وكمان قلل من خسائر المغول لانه سهل عليهم الحرب وسهل من دخول بغداد. وبيقول ابن كثير ان الجيش العباسي اللي كان بيدافع عن المدينه ما كانش اكتر من 10,000 فارس بس، بعد ما كانوا في السنين القليله اللي قبلها اكتر من كده بكتير. واضاف على ذلك ان التخفيض الكبير في عدد الجنود سببه نصيحه من الوزير ابن العلقمي للخليفه انه سرح الفائض من العساكر ويشيلهم من ديوان الجند لحد ما اغلبهم اتحولوا لمتسولين بيشحتوا على الاسواق وعلى ابواب الجوامع. وبحسب كلامه كمان انه اضاف وقال من ضمن نيته انه كان يضعف دفاعات بغداد عشان تبقى لقمه سهله في ايد المغول، وكمان اسوار المدينه تم اهمالها وما تمش دعمها ولا تقويتها ولا كأن المدينة داخلة على أي حروب. وبما إنك مكمل معانا لحد هنا فده معناه إن المحتوى عجبك، اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، لأن ده أكبر دعم بتقدمه وأكتر حاجة بتساعدنا نطور المحتوى أكتر. المهم في سنة 1258 بدأ الإعصار المغولي بالتحرك. هولاكو قسم جيشه الضخم لفرقتين عشان يعمل كماشة حوالين بغداد. الفرقة الأولى كانت بقيادة القائد بايجو نويان، ودي عبرت نهر دجلة من الشمال واتجهت للجانب الغربي من بغداد. والفرقة الثانية بقيادة هولاكو نفسه، ودي كانت متجهة للجانب
الجانب الشرقي من المدينة. الخليفة لما حس بالخطر أخيرا بعت جيشه الصغير بقيادة مجاهد الدين أيبك الدويدار، وتقابلوا مع المغول في معركة في شمال بغداد قرب قناة الدجيل. ويقال إن في البداية الجيش العباسي أبلى بلاء حسنا، ولكن المغول استخدموا حيلة ذكية جدا، وهو إنهم في نص الليل فتحوا السدود والترع على المعسكر العباسي، والأرض بقت طينة والجيش بدأ يغرق في المية والوحل، والمغول هجموا عليهم وهم في الحالة الصعبة دي وقتلوا أغلب الجيش. وأما بالنسبة للناجين فهربوا لبغداد عشان يلقوا مصير أسوأ بعد كده. وفي أواخر شهر محرم من سنة 656 هجريا، واللي يوافق شهر يناير من سنة 1258 ميلاديا، المغول ابتدوا يقصفوا بغداد بالمنجنيق. هولاكو كان في قلب جيشه محاصر المدينة من قدام البرج العجمي، أحد أهم أبراج بغداد، وبعد قادة المغول قدام باب سوق السلطان، وقدرت المجانيق إنها تعمل ثغرة في البرج العجمي. الخليفة العباسي حس بالخطر وإن الموضوع خرج عن السيطرة وبدأ يخرج من إيده، فحاول يوصل لحل سلمي مع هولاكو. الخليفة بدأ يناشد هولاكو إن هو يوقف الحصار ويبعت وزيره وبيقول له إن هو يلبي أي طلب زي ما هو عاوز، ودلوقتي عليه بس إنه يوفي بوعده ويكف الأذى عن المدينة وعن أهلها. وبعض الروايات بتقول إن هولاكو رد وقال إن الطلب ده وهو لسه على باب مدينة همدان، إنما دلوقتي بقى خلاص على أبواب بغداد والحرب بدأت. فالخليفة هنا ما عندوش أي حلول غير إنه لازم يبعت له الدويدار وسليمان شاه وابن العلقمي إذا كان عايز الحرب تقف. المهم وفي اليوم التاني بعت له الخليفة الوزير بتاعه وصاحب الديوان وكام شخصية تانية، ولكن هولاكو رجعهم واستمر القتال ودك المدينة 6 أيام كمان. وبعدها المغول بيرموا بغداد بسهام فيها رسائل، وفيما معناه من الرسائل دي إنهم أمنوا العلماء والقضاة والشيوخ والأكابر والتجار وكل اللي ما شاركش في القتال لحد هذه اللحظة. وبعدها بكام يوم بيهد المغول جزء من البرج العجمي، وبعد 3 أيام بيطلعوا عليه وبيقتلوا الحامية بتاعته. ومع مساء اليوم ده المغول بيسيطروا على الأسوار الشرقية لمدينة بغداد، وهولاكو أمر كمان بنصب المنجنيق على مجرى النهر ويمنع أي محاولة من هروب خلاله. ومجاهد الدين الدويدار كان هرب من بغداد في سفينة، ولكن المغول بيغرقوها بعد كده وبيضربوها بالمنجنيق والحجارة والسهام وقوارير القطران، فرجع للمدينة وهو في أسوأ حال. حصار مدينة بغداد استمر أيام قليلة مقارنة ببعض المدن التانية اللي حاصرها المغول، وده لأن القوة كانت غير متكافئة بالمرة، جيش منهك وأغلبه اتسرح قدام واحد من أقوى الآلات العسكرية في التاريخ وقتها. هولاكو وقتها أرسل للخليفة وقال له إن هو حر يخرج أو يفضل جوه المدينة، بس جيش المغول مش هيمشي من على الأسوار غير لما يخرج سليمان شاه والدويدار، فخرجوا له. ولكن المغول طلبوا منهم يرجعوا ويخرجوا تاني ومعاهم أتباعهم من الجنود، فعملوا كده وخرج معاهم عساكر بغداد مستسلمين. ولما أعداد المستسلمين كانت كبيرة جدا المغول قسموهم لمجموعات وذبحوهم كلهم. وهولاكو قبض على سليمان شاه ومعاه حوالي 700 واحد من قرايبه وأمر بقتله هو وكل أتباعه، وبعت رؤوس سليمان شاه والدويدار وابنه تاج الدين لبدر الدين لؤلؤ حاكم الموصل عشان تتعلق رؤوسهم على أسوار مدينة الموصل. وبالفعل بدر الدين بينفذ اللي قاله هولاكو. وكمان بتقول بعض المصادر انه كان حزين لموت سليمان شاه لانه كان صاحبه، مع ان بدر الدين لؤلؤ هو نفس الشخص اللي قدم مؤن وسلاح وبنى جسر قوارب عشان يسهل مرور جيش المغول قرب الموصل. كمان بعض الروايات بتقول إن بعدها بأيام بيخرج الخليفة المستعصم في موكب كئيب ومعاه أولاده وحوالي 3000 واحد من كبار رجال الدولة من العلماء والشيوخ والأعيان. وأول ما بيوصلوا لمعسكر هولاكو بتحصل الصدمة. هولاكو أمر بفصل الخليفة وأولاده عن باقي الموكب، وبدأت عملية تصفية فورية ل 3000 شخص خرجوا معاه. السيوف المغولية ما سابتش حد وقتلتهم بالكامل. كبار العلماء والقادة والقداة اتذبحوا كلهم. هولاكو ما اكتفاش بكده، ده استخدم وجود الخليفة معاه لفتح الباقي من أبواب بغداد، فأجبر المستعصم إنه يبعت أوامر لباقي سكان بغداد إنهم يرموا السلاح ويخرجوا بره المدينة عشان يعملوا عملية إحصاء لعدد السكان. وأما بالنسبة للناس فللأسف صدقوا وإدوا الأمان لهولاكو، وبمجرد ما خرجوا كان المغول مستنيينهم بالسيوف وقتلوهم بالكامل. وبعدها بتتفتح أبواب بغداد وبيدخل 130 ألف مقاتل مغولي لشوارع بغداد بأمر واحد بس وهو الإبادة. ما كانتش حرب
على قد ما كانت مذبحة. المغول دخلوا البيوت والقصور والمساجد والمستشفيات، وبعض المصادر بتقول إن القتلى وصل عددهم ل 800 ألف إنسان، ومصادر تانية بتقول إن العدد 1,800,000 ألف إنسان. الرقم مرعب لدرجة إن ريحة الموت والتعفن في الشارع أجبرت هولاكو نفسه إنه يخرج بجيشه بره المدينة ويخيم بعيدا عنها خوفا من الأمراض والأوبئة. المشكلة إن المغول ما اكتفوش بقتل الناس بس، ولكن كانوا مصممين يقتلوا التاريخ كمان، لأن بغداد كانت بتضم بيت الحكمة اللي كانت أعظم مكتبة في العالم وقتها. المغول اللي ما كانوش بيعرفوا قيمة العلم لأنهم شعب همجي وجاهل ومعدوم الثقافة، فدخلوا المكتبة وبدأوا يرموا ملايين الكتب والمخطوطات في نهر دجلة. المؤرخين بيقولوا إن مياه النهر اتحولت للون الأسود من كتر الحبر اللي داب فيها، وبعد شوية اتحولت للون الأحمر من كتر دم الناس اللي اتقتلوا على ضفاف النهر. وضيف على ذلك كمان إنهم حرقوا جامع الخليفة والمدرسة المستنصرية وكل القصور العباسية اللي كانت آية في العمارة. بغداد بلد العلم والثقافة، منارة المعرفة، أصبحت مدينة أشباح محروقة ومنهوبة. المغول اجتاحوا طرقات بغداد واستباحوها وقتلوا كل إنسان قابلهم، وما فرقوش ما بين ستات أو أطفال أو شيوخ، وكانوا بينهبوا وبيحرقوا كل شيء قدامهم، ما خلوش أي حاجة إلا ودمروها بالكامل. لكن على الجانب الآخر في شوية بيوت كده نجحت من المصير ده لأن كان ليها وضع خاص شوية. بس هنا حصل شيء غريب، إن المغول بالرغم من العنف والهمجية اللي فيهم إلا إنهم قرروا يحموا المسيحيين اللي في بغداد ويحافظوا على حياتهم. وكل ده حصل بناء على طلب من دكور خاتون زوجة هولاكو، لأنها كانت نسطورية ودي طائفة من طوائف المسيحية، ويقال كمان إنها طلبت من هولاكو إنه يعاملهم معاملة حسنة. وكمان اليهود مش المسيحيين بس، وضيف على ذلك كل الناس اللي لجأت لدار ابن العلقمي، وفي كمان طائفة من التجار دفعوا فلوس عشان ينجوا هم وأهلهم من القتل. المغول استباحوا بغداد لمدة 40 يوم، قتلوا كل اللي يقدروا عليه من رجالة وستات وأطفال ومشايخ، واللي نجا من المذبحة كان قليل جدا، ومعظمهم كان مستخبي في الآبار وقنوات المجاري والأوساخ، وفي ناس كمان استخبت في الحانات والدكاكين وقفلوا على نفسهم. فالمغول كانوا بيكسروا الأبواب أو يولعوها ويدخلوا يقتلوا الناس اللي جوه، وفي ناس حاولت تطلع على السطوح تحتمي من المغول، فبقوا يطلعوا وراهم ويذبحوهم واحد ورا التاني ودمهم بيسيل. وكل اللي فات ده بحسب روايات ابن كثير. هولاكو بعد ما حصل اللي حصل وعمل اللي كان عايزه، أمر بإعدام الخليفة. فيقال كمان إن المغول قتلوه بعد ما لفوه في سجادة وركلوه برجليهم أو برجول الفرس لحد ما مات، وروايات تانية بتقول إنه خنقوه أو غرقوه. وبكده بتكون انتهت دولة خلفاء آل العباس اللي حكموا بعد بني أمية، وبموت المستعصم بالله انطوت صفحة الخلافة العباسية اللي استمرت لمدة 5 قرون كاملين. سقط رمز الخلافة الإسلامية وسقطت عاصمة الخلافة، وبقى الطريق مفتوح قدام هولاكو للشام وإلى مصر. سقوط بغداد كان ليه صدى ضخم وعميق في كل أنحاء العالم الإسلامي، هز الحكام المسلمين في المناطق القريبة من الحدث الجلل ده، والمسلمين في كل مكان في العالم شافوا إن سقوط الخلافة العباسية صدمة مرعبة وكان ليه أسوأ الأثر في نفوسهم. مع إن الخلافة بالفعل كانت فقدت جزء كبير من سلطتها المادية، بس مكانتها الأدبية والروحية كانت لسه قوية. وعشان كده في كتير من المؤرخين والباحثين والعلماء بكوا على بغداد، ومنهم ابن الأثير اللي قال: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوتها وكنت نسيا منسيا. بعد ما هولاكو خلص مهمته في بغداد، ساب هناك مجموعة من الحامية المغولية الصغيرة، وترك ابن العلقمي في منصبه كوزير لبغداد تحت إشراف المغول. ولكن ابن العلقمي نفسه ما عاش بعدها كتير، المصادر بتقول إنه مات من الحسرة والندم بعد شهور قليلة، لما شاف إن المغول ما احترموهوش ولا احترموا مكانته وعملوه كخادم مهان، فلا نفعته الخيانة ولا نفعه الحكم، عاش خاين ومات مذلول ووحيد. بغداد فضلت سنين طويلة بتحاول تتعافى من اللي حصل لها، مثلا الري والزراعة اللي كانت بتغذي العراق كلها اتدمرت لأن المغول خربوا السدود والقنوات، وضيف على ذلك الأوبئة والأمراض اللي نتجت عن الجثث اللي اتقتلت في الحرب. هولاكو بعد بغداد عينه كانت على بلاد الشام، وفي سنة 1260 بدأ الجيش المغولي يتحرك ناحية حلب، والسيناريو بيتكرر من تاني: حصار ثم دمار ومن ثم مجزرة، وبتسقط حلب ومن بعدها استسلمت دمشق. في اللحظة دي هولاكو كان وصل له إحساس واحد، وإنه ملك العالم، فبعت رسالة التهديد الأخيرة للقوة الوحيدة اللي لسه باقية في المنطقة، وهي المماليك
في مصر. سقوط بغداد ما كانش مجرد معركة خسرها المسلمين، ده كان زلزال غير شكل التاريخ للأبد. المغول اللي بدأوا كقبائل في سهوب منغوليا أصبحوا دلوقتي على أبواب أفريقيا، وما بقاش يفصلهم عن السيطرة الكاملة على العالم العربي إلا بوابة واحدة، وهي بوابة مصر. ولكن التاريخ دايما بيخبي مفاجآت، وفي اللحظة اللي هولاكو افتكر فيها ان مفيش اي قوة تقدر توقفه حصلت حاجتين غيروا مسار الاحداث. الحاجة الاولى وهي موت الخان مونكو في منغوليا، وده بيجبر هولاكو انه يسحب جزء كبير من جيشه ويرجع لشرق منغوليا. تاني حاجة وهي ظهور رجال في مصر يعرفوا ربنا وما يعرفوش الخوف، وقرروا انهم مش هيموتوا غير والسيوف في ايديهم. بغداد سقطت والخلافة انتهت والدموع جفت من كتر الحزن، ولكن في الأفق كان في صيحة واحدة بس بتتحضر عشان ترجع للعالم الإسلامي كرامته من جديد. صيحة هزت جبال فلسطين وكسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر. في سنة 1260 سيطر المغول وبقيادة هولاكو على دمشق، وكان بدون قتال تقريبا، وبالخصوص بعد هروب الأمير الأيوبي الناصر يوسف وقادة جيشه. وفي الوقت ده الوضع في مصر ما كانش في أحسن أحواله، لأنه كان مليان اضطرابات وأزمات شديدة، وأغلبها كان بسبب الصراع على كرسي الحكم. بس الموضوع بدأ من قبلها يجي بحوالي 10 سنين، وبالتحديد في سنة 1249 لما توفى الملك الصالح أيوب وهو في طريقه للمنصورة عشان يواجه لويس التاسع قائد الحملة الصليبية السابعة على مصر. وبمناسبة ذكرنا للحملات الصليبية، في سلسلة بالتفصيل بنتكلم فيها عن الحملات الصليبية وازاي بدأت وازاي انتهت والقصة من أولها لآخرها، فخليكم متابعين واشتركوا في القناة. نرجع لموضوعنا. المهم إن تم إخفاء خبر وفاته لحد بعد المعركة عشان الجيش ما يتأثرش، وتولى قيادة الجيش فارس الدين أقطاي وبيبرس، وحققوا نصر كبير في معركة المنصورة، وتم أسر لويس التاسع، وتولى طوران شاه الحكم بعد وفاة أبوه الملك الصالح أيوب، ولكنه في النهاية بيتقتل بسبب صراع على الحكم وبعدها بفترة قليلة. وده خلى فيه فراغ سياسي كبير، لأن مفيش حد من عائلة الأيوبيين كان مؤهل يقود البلد وقتها. شجرة الدر واللي كانت زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب اتعاونت مع المماليك عشان يوافقوا عليها وتبقى حاكمة لمصر، ولكن العالم الإسلامي كان رافض تولي امرأة الحكم، بالأخص الخليفة العباسي، فقررت إنها تتجوز عز الدين أيبك عشان يبقى صورة قدام الناس وتحكم هي مصر من خلاله. وبعدها أصبح عز الدين أيبك أول سلاطين المماليك في مصر، ولكن الصراعات بدأت ما بينه وما بين بعض المماليك، وده بيخلي أيبك يقتل أقطاي زعيم المماليك البحرية، فهرب المماليك التابعين لأقطاي وعلى رأسهم بيبرس من مصر. وبعد كده شجرة الدر قتلت أيبك لما عرفت إنه اتجوز عليها بنت حاكم الموصل، وهنا بيتدخل قطز وبقى الواصي على ابن أيبك اللي تم مبايعته كحاكم لمصر، رغم إن سنه ما كانش مكمل ال 15 سنة تقريبا. وزوجة أيبك وحفيده أمرت الجواري بقتل شجرة الدر بالقباقيب انتقاما لقتلها لجوزها. طبعا في ظل كل الأحداث اللي فاتت دي الأوضاع في مصر كانت على صفيح ساخن، وفي نفس الوقت خطر المغول كان بيقرب، وبالأخص بعد سقوط بغداد ودخولهم دمشق والشام. فقطز وقتها كان شايف إنه ما ينفعش طفل صغير هو اللي يكون حاكم على عرش مصر في وقت صعب زي ده، فقرر عزله وتولى هو حكم مصر من بعده. بس طبعا القرار اللي فات ما عجبش ناس كتير، لأن كان في مماليك وأمراء عينيهم على كرسي الحكم، وناس أكتر مش راضية عن قطز بشكل شخصي. بالإضافة على كل ما سبق إلا إنه كان في فتنة موجودة ما بين المماليك البحرية اللي منهم بيبرس والمماليك المعزية واللي منهم قطز. وأما الوضع الاقتصادي فما كانش أفضل من الوضع السياسي. فأول حاجة عملها قطز عشان يستعد للحرب مع المغول كانت إنه يركز على استقرار الوضع الداخلي في مصر، وقطع أطماع الناس في كرسي الحكم. فجمع قطز الأمراء وكبار القادة والعلماء وأصحاب الرأي وقال لهم: إني ما قصدت إلا أن نجتمع على قتال التتار، ولا يأتي ذلك بغير ملك، فإذا خرجنا وكسرنا هذا العدو فالأمر لكم، أقيموا في السلطة من شئتم. وبكده بيهدى الوضع وبيرضى معظم الحاضرين، وبعدها بيبدأ قطز يقبض على رؤوس الفتنة اللي كانوا بيحاولوا يخرجوا عن سلطته، وده بيخلي الأمور تهدأ نسبيا في مصر. وأما بالنسبة للخطوة التانية اللي عملها قطز فكانت إنه أصدر عفو عام عن بعض المماليك البحرية واللي كانوا هربوا للشام بعد مقتل زعيمهم فارس الدين أقطاي. وده للعلم كان أهم قرار سياسي خده قطز، لأن قوات المماليك المعزية لوحدها ما كانتش تكفي الحرب المغول، والمماليك البحرية كانوا قوة كبيرة جدا وليهم خبرة كبيرة في الحروب، فانضمامهم للمماليك المعزية هيخلي الجيش أقوى وبكتير. والنتيجة النهائية
كانت رجوع القائد الظاهر بيبرس إلى مصر وانضمامه لقطز، وبالتالي اتحدت قوة المماليك تحت قيادة سيف الدين قطز. وفي الوقت اللي قطز كان مشغول في تجهيز الجيش وصلته رسالة من هولاكو. الرسالة كان هدفها الحرب النفسية اللي بيعملها المغول في كل حروبهم، واللي هي إرهاب المسلمين عشان يستسلموا بسبب الخوف من نتائج الحرب مع المغول زي ما عملوا قبل كده مع كل البلاد اللي دخلوها. هولاكو في رسالته كان باعت يطلب استسلام كامل لمصر أو الدخول في الحرب معاهم. الرسالة كان فيها استعلاء واستحقار كبير للمماليك، وكان فاكر إنهم هيترعبوا زي ما حصل لغيرهم قبل كده. ولكن هولاكو ما كانش يعرف أي حاجة عن شخصية قطز. كان فاكر إنه زي أي حد حاربه قبل كده وهيخاف على فلوسه وأملاكه وجواريه. ولكن قطز ما كانش مجرد حاكم أو سلطان. سيف الدين قطز كان مقاتل ومحارب حقيقي، عاش وشاف بعينه اللي عمله المغول في الدولة الخوارزمية وهو صغير، وكان عنده ثأر شخصي معاهم وكان عارفهم وحافظ أساليبهم كويس جدا. وده لأن بعض المصادر بتقول إن قطز اسمه الحقيقي محمود ابن ممدود، وهو ابن أخت السلطان جلال الدين من كبرتي اللي حارب وانتصر على المغول في أكتر من معركة قبل كده. فقرر قطز بعد الرسالة دي إنه يعقد مجلس يضم فيه كبار الأمراء والقادة والوزراء عشان يناقشوا محتوى الرسالة. وقطز كان مصمم على الحرب ورافض فكرة الاستسلام نهائيا. ولكن على الجانب الآخر بعض الأمراء كانوا مترددين وقتها، وقطز قال كلمته الشهيرة: أنا ألقى التتار بنفسي يا أمراء المسلمين، لكم زمان تأكلون أموال بيت المال وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه، فمن اختار الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته، فإن الله مطلع عليه، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المسلمين. يا أمراء المسلمين، من للإسلام إن لم يكن نحن. كلام قطز أثر في قلوب الأمراء فوافقوا على قراره وأعلنوا معاه الجهاد في سبيل الله. بعد كده قرر قطز أنه يقطع رؤوس الرسل اللي أرسلهم هولاكو ويعلقهم على باب زويلة في القاهرة. وده كان بعد ما استشار ركن الدين بيبرس اللي شجعه جدا على الفكرة. والحقيقة أن قطز تعمد يعمل كده لأكتر من سبب. أولهم أنه كان عايز يبعت رسالة قوية لهولاكو على رسالته وتهديده بالحرب. وتاني حاجة أنه يبعت رسالة للداخل المصري وللمماليك بالأخص عشان لو حد منهم بيفكر يلف من ورا قطز ويتفق مع هولاكو على الاستسلام، فبعد قتل الرسل هيبقى صعب جدا. وبكده يبقى حط المماليك كلهم قدام خيار واحد بس، وهو يا النصر يا الشهادة، مفيش أي حل تالت. وبعد ما قطز قتل رسل هولاكو كان لازم ينجز في تجهيز الجيش، لكن واجهته مشكلة جديدة وهي الأزمة الاقتصادية، لأن ما كانش فيه أموال تكفي لتجهيز الجيش. فجمع قطز مجلسه الاستشاري وطلب حضور سلطان العلماء العز ابن عبد السلام، وبدأوا يفكروا في حل للأزمة الاقتصادية. واقترح قطز فرض ضرائب على المصريين لدعم الجيش، ولكن القرار ده كان محتاج فتوى شرعية. فقال لهم العز بن عبد السلام إنه مش معقول نفرض ضرائب على الناس والأمراء والوزراء عندهم فلوس وذهب كتير، فلازم يتساوى الجميع قبل ما نطلب من الناس تدفع ضريبة. وطلب منهم يتبرعوا لتجهيز الجيش، ولو الفلوس ما كفتش ساعتها هيصدر فتوى بإجازة فرض الضرائب على الشعب، بس الضرائب هتكون بالقدر الكافي اللي يكفي لتجهيز الجيش بس. وبعد كده بيوافق قطز على اللي قاله الشيخ العز بن عبد السلام، وبدأ بنفسه وباع كل اللي عنده، وأمر الوزراء والأمراء إنهم يعملوا نفس الشيء. فوافقوا واتبرعوا بأغلب اللي عندهم لتجهيز الجيش. ولما الأموال مكفتش تم إصدار فتوى بفرض الضرائب على الشعب لتجهيز الجيش، والشعب وقتها ما تأخرش ودفع ضرائب تكفي لتجهيز الجيش بالكامل. ولما اتحلت المشكلة الاقتصادية اجتمع قطز مع مجلسه العسكري عشان يناقشوا أفضل طريقة يواجهوا بيها المغول. قطز كان رأيه إنه يخرج بجيش مصر ويواجه المغول في فلسطين بدل ما يستنى وصولهم لمصر، لأن دي هتبقى ضربة مفاجأة للمغول هم مش متعودين عليها، لأنهم كانوا متعودين على حصار المدن وخوف الجيوش منهم. ولكن لما الجيش المصري يروح يواجههم فهو هنا بيفاجئهم وبيخليهم يتخلوا عن أساليبهم. ولكن أغلب القادة اعترضوا على رأي قطز وكانوا شايفين إنهم ينتظروا المغول في مصر. بس بعد نقاش طويل في المجلس العسكري وافق أغلبهم على خطة قطز لكذا سبب. أولاً إن أمن مصر القومي بيبدأ من حدودها الشرقية مش من داخل البلد،
وثانيا إن الأفضل عسكريا إنه ينقل المعركة لميدان العدو، لأن ده هيأثر نفسيا على المغول زي ما قلنا. وكمان كان من الأفضل عسكريا إن جيش المسلمين يكون عندهم عنصر المفاجأة في اختيار وقت ومكان المعركة. وبدأ بعدها العز بن عبد السلام ومعاه العلماء كمان يصعدوا منابر المساجد ويدعوا الناس للجهاد، فاستمر إعداد الجيش وتجهيزه وجمعوا المتطوعين وبدأوا تدريب المجاهدين. وأثناء ما قطز كان بيجهز الجيش كان في أجزاء من فلسطين وساحل البحر المتوسط تحت احتلال الإمارات الصليبية زي عكا وحيفا وصيدا، وكانت أقواهم هي عكا في فلسطين، وعكا كانت في طريق جيش المسلمين اللي هيروح يقابل المغول. فقطز كان عنده حل من الاتنين، يا إما يحاربهم يا إما يعمل معاهم هدنة مؤقتة، لأن لو قطز دخل يحارب الصليبيين في عكا ده كان هيستنزف جيش المسلمين ويأثر عليه وهو رايح يحارب المغول. وفي نفس الوقت كان صعب إن هو يدخل فلسطين ويواجه المغول من غير ما يأمن ظهره من ناحية عكا والصليبيين، فلقى إن أحسن حل في السيناريو ده إنه يعمل معاهم هدنة. فقطز بعت لهم يتفاوض معاهم على هدنة مؤقتة ما بينهم وما بينه، لأن كان هدفه إنه يبعد جيش الصليبيين عنه وفي نفس الوقت يأمن ظهر جيش مصر وهو في فلسطين. وفعلا بيوافق الصليبيين بالهدنة، وكمان اتعهدوا إنهم يمدوا جيش المسلمين بالمؤن والأكل طول ما هم موجودين في فلسطين. وبعدها بيبدأ جيش المسلمين في مصر يتحرك ويتجمع في منطقة الصالحية، ودي زمان كانت نقطة انطلاقة للجيوش المصرية اللي رايحة اتجاه الشرق. والفرق العسكرية اتجمعت من معسكرات التدريب اللي كانت منتشرة في القاهرة بالإضافة لباقي المدن الكبيرة. وبعدها بيتحرك قطز بجيشه ناحية سينا، ومن هناك بيمشي في طريق الساحل الشمالي لسينا جنب البحر المتوسط. وكانت من خطة قطز إنه يحط بيبرس وجزء من الجيش في المقدمة ويبعد عن باقي الجيش بمسافة. وقطز هنا بيستخدم خطة ذكية في التخطيط العسكري للتحرك للحرب، وهو إنه عمل مقدمة جيش كبيرة نسبيا بقيادة بيبرس وخلاها تتقدم مسافة كبيرة قدام باقي الجيش بتاعه وتبان في تحركاتها بوضوح. وفي نفس الوقت باقي الجيش كان بيتحرك متخفي بقدر الإمكان. الفكرة إن لو في جواسيس للتتار هيعتقدوا إن اللي قدامهم ده هو كل الجيش فيستعدوا على الأساس ده، وبعدها فجأة بيظهر قطز بنفسه على رأس القوة الأساسية فبيفاجئ المغول. بيبرس عدى سينا ودخل فلسطين وقطز بيجي وراه من بعدها لحد ما قربوا من غزة واللي كانت تحت حكم المغول. بس تأخره ما أثرش قوي على سير المعركة، لأن مقدمة الجيش اللي كان قائدها الظاهر بيبرس كانت قوية، وبيبرس نفسه قائد كبير وعنده خبرة كبيرة في المعارك. وغير كده حامية المغول في غزة كانت صغيرة نسبيا، وكمان جيش المغول الرئيسي بقيادة كتوبغا نويان كان بعيد عن غزة بمسافة كبيرة، وعشان كده المواجهة اللي حصلت في غزة كانت شبه معزولة عن الجيوش الكبيرة للطرفين. وقدرت مقدمة جيش المسلمين إنها تكسب الموقعة دي، وكمان اتقتل جزء كبير من جنود المغول، وبالنسبة للباقي فبيهرب عشان يروح يبلغ كتوبغا بكل اللي حصل. وبما إنك مكمل معانا لحد هنا فده معناه إن المحتوى عجبك. اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو لأن ده أكبر دعم بتقدمه وأكتر حاجة بتساعدنا نطور المحتوى. المهم اتحرك جيش المسلمين لحد ما وصلوا عكا اللي كان قطز متفق فيها مع الصليبيين على الهدنة، وساعتها قطز بيقرر يعسكر حوالين حصن عكا وبعت وفد من أمراء المماليك للصليبيين عشان يتأكدوا إن الهدنة لسه سارية. ودخلوا حصن عكا واستقبلوهم كويس وتأكدوا إن الهدنة سارية فعلا. وبعدها قطز بيقرر يسيب عكا بعد ما زود جيشه بالمؤن منها، وبدأ يدور على مكان مناسب عشان يواجه فيه المغول. وفي الوقت ده وصل باقي جيش كتوبغا اللي هرب من موقعة غزة، وقالوا إن غزة وقعت، فعمل اجتماع مع القادة بتوعه وكان بيستشيرهم يعمل إيه. بعضهم قال بلاش مواجهة مباشرة وخلينا نراوغ قطز من غير معركة فاصلة لحد ما يجي مدد من هولاكو يقوي الجيش بتاعنا، لأن في الوقت ده منكو خان زعيم المغول مات وحصلت خلافات على الحكم، فاضطر هولاكو يرجع مع جزء من الجيش لبلاد ما وراء النهر. المهم كتوبغا بيقرر إنه يتحرك بسرعة ويقابل جيش قطز، وفي نفس الوقت كشافة جيش قطز رصدوا حركة كتوبغا بسرعة ونقلوا كل الأخبار. وفي الوقت ده كان وصل قطز لمنطقة اسمها سهل عين جالوت، ودي تقريبا منطقة ما بين بيسان في الشمال ونابلس في الجنوب. قطز لقى إن سهل عين جالوت مناسب جدا للمعركة دي، سهل واسع ومستوي وحواليه تلال متوسطة من كل ناحية ما عدا الناحية الشمالية مفتوحة، وفوق التلال في شجر وأحراش،
وده كان من توفيق ربنا لأنها أرض تصلح جدا للمعركة والخطة العسكرية اللي كان قطز عاملها، لأن بكده هيقدر يخبي جزء من الجيش ما بين الأشجار والأحراش ويقدر يعمل كماين للمغول على جوانب السهل. رتب قطز جيشه بسرعة وحط المقدمة بقيادة بيبرس في شمال السهل في مكان باين وواضح عشان يجر المغول ويغريهم يدخلوا عليه، وفي نفس الوقت كان مخبي باقي الجيش ورا التلال والأحراش. الترتيب والخطة دي كانت قبل معركة عين جالوت بيوم واحد بس، وفي فجر يوم الجمعة الموافق 25 رمضان سنة 658 هجريا والموافق 1260 ميلاديا، وبعد صلاة الفجر على طول رتب جيش المسلمين صفوفهم واستعدوا للمعركة. وأول ما الشمس طلعت جيش المغول وصل لسهل عين جالوت من ناحية الشمال، والمغول أول ما دخلوا السهل ما لقوش قدامهم عدد كبير من المسلمين لأن أغلب الجيش كان مستخبي ورا التلال، واللي كان باين كان بس مقدمة الجيش اللي بقيادة بيبرس. والخطة كانت إن المغول يفتكروا إن مقدمة الجيش دي هي الجيش بالكامل، وبعد كده مقدمة الجيش بدأت تنزل من فوق أحد التلال للسهل، بس النزول كان بيحصل على مراحل. أول كتيبة نزلت كانت لابسة أحمر وأبيض وبيقودها القائد سنقر الرومي، وبعدها نزلت كتيبة تانية لابسة أصفر وبيقودها سيف الدين بلبان الرشيدي، وبعدها فضل نزول الكتائب يكمل واحدة ورا التانية وكل كتيبة بلون مختلف عن الكتيبة اللي قبلها. وأول لما مقدمة جيش المسلمين بقيادة بيبرس استقرت ظهرت فرقة مملوكية على أرض المعركة بقوة وهي بتدق طبولها وتنفخ أبواقها، وده كان نظام إشارات عند المماليك لإدارة المعارك، كل ضربة أو إيقاع ليه معنى مختلف، واحدة للميمنة وواحدة للميسرة وواحدة لقلب الجيش، وضربات مخصوصة للتقدم أو التراجع وضربات تانية لكل خطة عسكرية. وبالطريقة دي قطز كان بيقدر يوجه المعركة وهو بعيد ومن غير ما العدو يفهم الإشارات. وفي النهاية بيبرس وقف بقواته عند المدخل الشمالي لسهل عين جالوت وساب السهل كله وراه شبه فاضي كجزء من الخطة عشان يجر المغول لجوه السهل. قائد المغول بص لمقدمة جيش المسلمين ولقاها قدامه قوة قليلة جدا، فحب يخلص الموضوع بسرعة لصالحه، فقرر يدخل بكل جيشه ويهجم على المقدمة اللي افتكر إنها كل الجيش، وده بالظبط اللي قطز كان عايزه يحصل. فقائد المغول هنا بيدي إشارة الهجوم، فتقدمت أعداد مهولة من فرسان المغول لناحية مقدمة المسلمين. بيبرس وجنوده فضلوا ثابتين مكانهم لحد ما الجنود قربوا، ساعتها بيبرس بيدي إشارة بدء القتال، فبينطلق الجنود والغبار بيغطي المعركة ودقات الطبول صوتها ارتفع، ومقدمة الجيش ثبتت جدا في الوقت ده لأنها كانت أشد وأقوى الفرسان اللي عند المماليك. قائد المغول لما شاف ثباتهم قرر يهجم بكل قوته عليهم من غير ما يسيب أي قوات احتياطية، والقتال فضل شد وجذب رغم فرق العدد الكبير ما بين الجيشين. وبعد شوية اتسمعت دقات طبول معينة، ودي كانت أوامر من قطز لبيبرس إنه يبدأ بسحب المغول لجوه سهل عين جالوت، وبيبرس بينفذ فورا وعمل نفسه بينهزم وبدأ يتراجع وهو لسه بيقاتل، وتراجعه كان سريع عشان المقدمة ما تهلكش. قائد المغول أول ما شاف المسلمين بيتراجعوا أمر جنوده يطردوهم ويقضوا عليهم، فهنا الجيش بيندفع وراهم ودخل السهل عشان يضغط على اللي بينسحبوا. ومع الوقت جيش المغول دخل كله جوه سهل عين جالوت، وبيبرس بينسحب بجنوده للناحية الجنوبية من السهل. وهنا كتبغى قائد المغول وقع في الفخ اللي نصبه لقطز، وهو إنه ما سابش جنود احتياط بره السهل يأمن الرجوع لو خسر ولا يمنع المسلمين يلفوا عليه. وفي اللحظة دي الجيش الأساسي للمسلمين بينزل فجأة من ورا التلال لساحة القتال، وفي نفس الوقت فرقة قوية جدا من المماليك بتجري بسرعة وقفلت المدخل الشمالي لسهل عين جالوت. كده المغول لقوا نفسهم محاصرين من كل الأماكن واتعمل عليهم كماشة، ودي كانت أكتر خدعة استخدمها المغول على مدار عقود في هزيمة خصومهم. بس سبحان الله كتبغى والمغول ما توقعوش أبدا إنها تتعمل فيهم. حارب المغول بشراسة وميمنة الجيش كانت أقوى بكتير، فالمسلمين اتراجعوا تحت ضغطهم، وبالنسبة للجيش فاخترقوا ميسرة المسلمين وابتدى الشهداء يقعوا واحد ورا التاني. فقطز كان واقف في مكان عالي ورا الصفوف بيراقب وبيوجه الفرق عشان يسد الثغرات اللي هو شايفها. وأول ما شاف الميسرة بتتعب بعت قوة احتياط تسندها، بس ما جابتش أي نتيجة، فبعت قوة تانية والموقف اتأزم أكتر. وساعتها قطز بيقرر ينزل بنفسه لأرض المعركة وبيرمي الخوذة وابتدى يصرخ وإسلاماه وإسلاماه، والقتال بيشتعل أكتر. وفي وسط المعركة واحد من الجيش وجه سهم ناحية قطز، السهم ما صابش قطز ولكنه قتل حصانه،
وقطز كمل القتال وهو على الأرض، وابتدت الكفة تميل للمسلمين والضغط يبقى أكتر على المغول. وبعدين واحد من أمراء المماليك اسمه جمال الدين آقوشو الشمسي اخترق صفوف الجيش لحد ما وصل لكتبغى قائد المغول، ودار قتال شديد جدا ما بينهم لحد ما بيقدر آقوشو يخلص على كتبغى ويقتله. وأول ما قائد المغول اتقتل معنويات المغول اتكسرت مباشرة، وبقوا يحاربوا بس عشان يفتحوا لنفسهم سكة يهربوا منها من المدخل الشمالي. وقدروا فعلا انهم يفتحوا ثغرة، وخرجت اعداد كبيرة منهم ناحية الشمال، والمسلمين طلعوا وراهم يطردوهم، والمغول الهربانين وصلوا لحد منطقة بيسان. ولما المسلمين لحقوهم ما كانش قدامهم غير انهم يرجعوا ينظموا صفوفهم ويجهزوا للمعركة. وفعلا قامت معركة كبيرة قرب بيسان، والمغول قاتلوا بعنف وابتدوا يضغطوا على المسلمين، ومرة تانية الوضع بيتأزم. وهنا قطز بيكرر اللي عمله في عين جالوت، وفضل ينادي وإسلاماه وإسلاماه وإسلاماه. الصيحة اللي فاتت دي رفعت معنويات المسلمين جدا، فاندفعوا يقاتلوا وبقوة، وراية الإسلام عليت وراية المغول وقعت على الأرض تحت أقدام الخيول، وابتدى المغول يتساقطوا واحد ورا التاني. وفي النهاية النتيجة كانت إن جيش المغول اتباد بالكامل وما تبقاش منه حد عايش تقريبا، وانهزم جيش المغول هزيمة ساحقة ما حصلتش من أيام جنكيز خان. بعد الانتصار الكبير اللي حققه قطز وجيشه، بدأ يفكر في وضع التتار في الشام، لأن كان لسه في حاميات مغولية موجودة في دمشق وحمص وحلب وغيرها كمان من مدن الشام. ورغم إن جيش المسلمين كان خسر عدد كتير من الشهداء وفي جرحى، غير كمان إنهم كانوا مرهقين، قطز هنا بيقرر انه ما يديش للمغول اي فرصة يجمعوا نفسهم من تاني، فاختار انه يتحرك فورا ناحية دمشق عشان يحررها من سيطرة التتار ويستغل لحظة انكسارهم والهزيمة الكبيرة اللي انهزموها في عين جالوت. قطز كان عايز يستغل نصره في عين جالوت عشان يحقق نصر جديد في دمشق، لان كان لسه في حامية تتارية محصنة وموجودة هناك، وخصوصا ان جيش كتبغى قائد المغول اتسحق في المعركة، فمحدش من المغول قدر يروح يبلغ دمشق باللي حصل. فقرر قطز ينقل خبر هزيمة المغول بنفسه عشان يكسر معنويات الحامية الموجودة في دمشق، وده اللي هيترتب عليه إن فتح المدينة هيكون أسهل. وبالفعل قرر يبعت رسالة للمغول ويبلغهم فيها بهزيمتهم ومقتل كتبغى نويان. ووصلت رسالة قطز لدمشق في يوم 27 أو 28 رمضان، وساعتها أهل دمشق من المسلمين عرفوا خبر الانتصار، فقامت ثورة كبيرة جوه المدينة، ومسكوا جنود المغول وقتلوا عدد كبير منهم وأسروا عدد كبير تاني. لما وصل قطز وجيش المسلمين لدمشق بعد 5 أيام من معركة عين جالوت، دخل الجيش المدينة وعزل قطز القاضي اللي كان المغول معينينه، وعين مكانه واحد تاني. وفي أول أيام عيد الفطر قطز بعت الظاهر بيبرس بمقدمة الجيش عشان يطارد المغول اللي هربوا، وكمان يطهر باقي مدن الشام من أي حاميات تتارية لسه موجودة، وأطلق سراح المسلمين اللي كانوا حابسينهم. وقدر المسلمين في خلال أسابيع قليلة ينظفوا بلاد الشام كلها من وجود المغول. وبعدها أعلن سيف الدين قطز إن مصر والشام دولة واحدة تحت قيادته. وبعدها قطز بدأ يوزع الولايات على الأمراء المسلمين، ورجع بعض الأمراء الأيوبيين لمناصبهم من تاني، وعمل كده عشان يضمن إن ما يحصلش فتنة ولا اضطرابات في مدن الشام. وبعدها قرر سيف الدين قطز الرجوع لمصر، ولكن للأسف حصل اللي محدش كان متوقعه. الظاهر بيبرس وبعض المماليك وهم في طريق الرجوع لمصر اتلموا على قطز وقتلوه، والمؤرخين اختلفوا على السبب الحقيقي اللي خلى بيبرس يعمل حاجة زي كده. ابن خلدون في مقدمته بيحكي إن المماليك البحرية بقيادة بيبرس كانوا مستنيين الفرصة عشان يقتلوا قطز وياخدوا بطارهم لمقتل أميرهم فارس الدين أقطاي، اللي قطز كان ليه دور في قتله أيام السلطان عز الدين أيبك. وبيقول كمان إن قطز لما خرج من دمشق وقرب من مصر وفي يوم من الأيام طلع يصطاد، فالمماليك اتبعوه وبيبرس ضربه بالسيف فمات. وفي الوقت اللي المسلمين من الشام لمصر بيحتفلوا بالنصر على المغول بقيادة قطز، صحيوا على خبر ما كانش حد مصدقه، وهو موت قطز على ايد قائد جيشه بيبرس. مات الرجل اللي صرخ وإسلاماه، مات البطل اللي وقف قدام طوفان المغول، مات قبل ما حتى يلحق يشوف فرحة الناس بنصره في شوارع القاهرة. كانت لحظة صعبة جدا وحزينة جدا للأسف. وأما بقى بالنسبة للمغول، فمعركة عين جالوت ما كانتش مجرد هزيمة عسكرية، دي كانت بداية النهاية، لأن بعد المعركة اتكسر الكبرياء المغولي وبدأت الإمبراطورية الضخمة اللي بناها جنكيز خان تتفتت من الداخل. هولاكو حاول يرجع وينتقم، ولكنه دخل في حروب أهلية مع أبناء عمومته اللي حكموا
حكموا القبيلة الذهبية في روسيا، واللي بالمناسبة دخلوا الإسلام. ودي للعلم كانت معجزة بحد ذاتها، إن الشعب اللي خرج من سهول منغوليا عشان يدمر الإسلام ويقتل المسلمين من أول بلاد ما وراء النهر مرورا ببغداد وإقليم فارس وصولا للشام وغزة، دخلوا في الإسلام بعد سنين قليلة. وضيف على ذلك كمان إنهم بنوا حضارات ومساجد في الهند وفارس وروسيا لسه موجودة لحد النهاردة. وبما إننا وصلنا للنهاية، عايزين نتكلم عن اللي فهمناه وتعلمناه من رحلتنا مع المغول. رحلتنا اللي بدأناها بطفل يتيم في سهوب منغوليا اسمه تيموجين، قدر يجمع العالم تحت حكمه بالدم والنار، وانتهت بصرخة قطز وهو بيقول وإسلامه في فلسطين، وهو بيوقف سلطان وجبروت المغول بقوة الإيمان بالله والتوكل عليه، وبرضه بالأخذ بالأسباب والتخطيط السليم. حكاية المغول بتعلمنا إن الضعف والفرقة بتجلب الغزاة، وإن الغباء السياسي وطغيان الحكام بيهدم أكبر الحضارات زي ما حصل مع خوارزم شاه والمستعصم بالله. والأهم كمان إنها بتعلمنا إننا لما بنكون مع ربنا اللي بيسبب لنا أسباب النصر، زي ما حصل مع جيش قطز. وأخيرا بغداد رجعت ووقفت على رجلها، ودمشق قامت، ومصر فضلت هي القوة والأرض اللي بتوحد المسلمين، وفضلت معركة عين جالوت علامة مسجلة في ذاكرة البشرية. وفي النهاية، وعشان يوصلك المحتوى الجديد أول بأول، اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. سلام.